الجولة 33 هي جولة وبعدها توقف أم سنستمر؟ أسئلة كثيرة، والأهم مباراة نتمنى أن نشوف مستوى فني يليق بالفريقين. الكلمة لك، وإن شاء الله لنا عودة بعد المباراة. شكرا يا أرشد. وبالتأكيد حديثنا عن الاختلاف الكبير ما بين الفريقين من حيث الظروف والمراكز وأيضا الطموح. كابتن خلف، الطلبة اللي من خسارة الزوراء من بعدها لم يخسر، يفوز يتعادل. المباراة الأخيرة أمام الكرخ حقق نتيجة كبيرة 4-1. الفريق ممكن كان هذا اللي يفتقد إليه عملية الغزارة التهديفية، حضرت في المباراة الأخيرة. الكربلاء يعني المعاناة وعدم التسجيل اللاعبين وكل هذه الأمور الإدارية اللي عصفت بالفريق، وأيضا تغيير الكادر التدريبي، الآن يبحث عن بصيص أمل والبقاء في مهمة صعبة. يعني شوف، الظروف كل فريق من الفرق مختلف عن الآخر. يعني فريقي يبحث عن المقدمة، يريد أحد المقاعد، يريد ما يبتعد عن المربع الذهبي اللي هو فريق نادي الطلبة. وأنا باعتقادي فريق نادي الطلبة قادر أن يبقى مع الفرق المقدمة، لأنه الفريق إذا غابت عنه في بداية الموسم النتائج في عدم التسجيل أو إضاعة الكثير من الفرص عند مهاجمي فريق نادي الطلبة. اليوم بالفترة الأخيرة بدأ الفريق يسجل. الفريق قد يكون واحد من أقوى الفرق دفاعيا، يعني من الناحية الدفاعية من أحلى ما يمكن. صحيح. لكن كان مشكلة الفريق أنه الفرص اللي تضيع. يعني كل مباراة المفروض الطلبة يدخل المباراة يسجل 2 3 4، حتى الآن الفريق يضيع. يعني يمكن قد يكون مثلا موسوفو عتم بالخط الأمامي، أو خلينا نقول اللاعب اللي صانع لعب من الخلف، القادم من الخلف، واحد من أفضل اللاعبين. يعني إذا تدور عليه تدخل يا مان 2 1 2، ذكي جدا، يعرف وين يعطيك الكرة. الكرات الساقطة للخلف تلقاه هو سريع، بنية جسمانية قوية. في وسط الملعب أنا أقول من يعني كثير اللاعبين أذكياء. مثلا الوساتي واحد من أفضل اللاعبين، اللوي. عموما الطلبة قد تكون هاي المرحلة اللي يمر بها هي أجمل مراحل الدوري. الآن كل اللي عليه أنه شلون أنهي الدوري، أنهي بهذه القوة اللي أنا عليها، وإلا أتأخر. طبعا عملية تتأخر بالنسبة للمدرب للاعبين، وحتى ظروف الفرق القريبة عليه يعني تساعده على أن يتقدم أكثر. زاخو أو القوة الجوية، حتى توك، وحتى الهوك ما راح يقترب. أعتقد عندهم مواجهتين مباشرة من خلالها يمكن يقدر يستغلها. لكن أقصد يعني بصورة عامة المركز الثالث متاح وبشكل كبير جدا لفريق الطلبة جدا. يعني الطلبة قد يكون هو الأقرب للمركز الثالث فيما إذا المباراة بعد طويلة. لكن الفريق الحسنة أو الشيء المميز بالفترة اللي الفريق بدأ عند القدرة على تسجيل الأهداف. يعني من يسجل 1 و2، أنا أقول لك قسم من المباريات اللي كان يلعبها فريق نادي الطلبة، عندما كان يسجل هدف بالشوط الأول، بالشوط الثاني يركن إلى الحالة الدفاعية إلى أن يسجلون في مرمى ويطلع متعادل. اليوم لا، أنا أقول العملية هذه انتبهت. اليوم أسجل، خليني أعزز الهدف اللي أسجله بأهداف أخرى، وأطلع أنا وجمهوري مرتاح والكل فرحانة وغزارة من الأهداف. عندنا القدرة أن نسجل. بالفعل هو ممكن هذه هي الفكرة الأرجح. لكن كابتن حيدر، هل تتوقع أن تستمر يعني هذه الانطلاقة اللي سجلها فريق الطلبة من خلال النتائج الأخيرة وخصوصا المباراة الأخيرة، أم ستكون هناك ردة فعل لفريق كربلاء اللي لم يعد هناك الكثير حتى يضيع منه؟ يعني إذا نريد نقارن أكيد الكفة راح تميل لنادي الطلبة. صحيح. نوعية اللاعبين الفترة الأخيرة خصوصا المباريات الأخيرة نشاهد يعني الطلبة من مباراة إلى مباراة يكون أفضل، إذا كان من جانب فني أو من ناحية النتائج. يعني نعم. هو آخر 5 مباريات يعني مسجل 7، مستقبل 3، عنده 2 فوز 3 تعادلات. الفوز الأخير أمام الكرخ يمكن الطافة تدافع معنوي أكثر، خصوصا أنه شاهدنا يعني فترة يمكن مو قصيرة أنه الفريق مدى يفوز بنتيجة كبيرة. 4 أهداف بيها يعني نشوف اكو تنوع بالتسجيل. واحد من الأهداف الجميلة اللي اجى من فاصل مهاري لشريف عبد الكاظم، اللي أنا أشوفه واحد من اللاعبين المميزين بالدوري.
يمكن اصاباته وتنقلاته هو فقط الاستمراريه، بحاجه فقط الاستمراريه باللعب. انا اشوفه واحد من اللاعبين المهاريين بالدوري العراقي اللي ينعد على يعني اليد الواحده، اصابع اليد الواحده. كربلاء يمكن وضعهم يعني مباراه بعد مباراه تكون اصعب. اكو مباريات يمكن قدم مستوى طيب بيه، خصوصا يعني قدم مباراه امام دهوك صحيح. كانت يعني مباراه جانب تكتيكي وحصل على فرص صح، لو مستغلها يمكن كان تغير وضع المباراه، على اقل تقدير يطلع بنقطه التعادل من ملعب دهوك. خسارته الاخيره يعني امام اربيل بهدفين توضح لك انه يمكن الفريق يعني صح مع التغيير. انا اشوفها يعني كجانب فني يمكن افضل حتى من الجانب النفسي ويا كابتن عباس عطيه، وهو مكمل لدور كابتن حسن احمد، ولكن ايضا دا يعاني انه دا يستقبل اهداف. الاخطاء الفرديه اللي دا تكون يعني دا تتسبب بخساره الفريق للنقاط، ما صار انه يقدر يعالجها بسبب يعني فقط هؤلاء اللاعبين هم الموجودين. يعني مو فتره انه عنده انتقالات، هو اصلا النادي يعني بسبب المشاكل ما يقدر يضيف اي لاعب. صحيح. فصعب انه يعني يغير، دا يحاول يغير انه من طريقه اللعب او اسلوب اللعب، بس اللاعبين هم نفسهم هاي الامكانيات. دا يحاول انه على اقل تقدير انه يحصل نقاط، حتى على اقل تقدير انه يوصل للمركز اللي اهله انه يقدر يلعب البلاي اوف، ويعني يكون انه ضمان البقاء بالدوري. لان يمكن الفارق بينه وبين نفط البصره هي نقطتين. يحاول انه مباراه اليوم انه على اقل تقدير ياخذ نقطه التعادل. صحيح. بس اشوف انه بيها صعوبه، قلت لك من نريد نقارن اكو فوارق جدا كبيره بين الفريقين. بالفعل كابتن خلف، يعني على الرغم من نتائج فريق كربلاء اللي تحدثنا عنها يتعثر في الفتره الاخيره، لكن ممكن هاي المباراه الاخيره شهدت ولاده جديده للاعب عبد الله حسون اللي ممكن ارقامه جيده في هذه المباريات. عبد الله حسون اللي لا يوجد لاعب بالدوري العراقي بقيمته، قيمه التسديد من خارج منطقه الجزاء. يعني اليوم معظم الاهداف اللي تسجل احنا في دورينا كلها تتسجل من داخل الجزاء، كرات كروس اما بالراس او بالرجل. اللعب الكلاسيك. لكن هذا اللاعب اللي احنا نقول عليه المدفعش اللي يسدد كرات بهذه القوه ومن مسافات بعيده، يمكن انا اقول لك ربما اللي شابه بهذا الجانب محمد قاسم تقريبا يعني بالدوري العراقي او بيتر غورغيس. هذا الولد يعني فريق القاسم شنو اللي ميزه بالمباراه الاخيره؟ وين قوته وين ضعفه؟ انا اقول يعني فريق يسجل بالقاسم 3 ويسجل على النجف هدفين ويسجل على توك 2-1 سجل هدف. هذا الفريق عنده القدره على التسجيل عكس الايام الاولى. يعني الفتره الاولى صحيح ما كان الفريق يقدر يسجل، لكن بالمقابل الفريق ده يتلقى كثير من الاهداف، وهذه مشكله وين بخط الدفاع. انا شاهدت مباراتهم مع النجف اللي كانت سميناها درب الفرات الاوسط. صحيح. يعني الاهداف اللي دخلت مجرد انه انا ما اقدر اطلع الكره خارج الجزاء، يعني المدافع يعطيها للمهاجم يقول له روح سجل، وهذه مشكله يعاني من عتها كابتن عباس. لكن تقول لي فريق ممتع بكرة القدم، تتمتع من الشهادة يلعب كرة القدم، خصوصا بعملية التحولات اللي أقول لك نعم، لأنه تحولاته جدا سريعة. صحيح. يمتعوك. خلينا نذكر التشكيل بشكل سريع قبل ما تبدي المباراة. طبعا نروح أنا راح أخذ الطلبة وأنت تتكلم عليه. الطلبة يمكن الفريق اللي أكثر استقرارا. فهد طالب في حراسة المرمى، سعد ناطق ودينيس انداسي هذول أشباه وسط. غيث معروفي اليوم راح يكون ظهير يمين، وهمام طارق ظهير شمال. بالوسط لاعب الارتكاز كرار محمد، على يساره على يمينه مهدي كامل، وعلى يساره لؤي العاني او العكس. واليوم اموتو راس حربه بدل حسين لاوندي. حسين لاوندي اعتقد تراكم البطاقات الصفراء. نعم. وراه راح يكون اللاعب المبدع انا اسميه اللي هو موسوفا، وشريف عبد الكاظم اللي كل ما ان وجد مع فريق نادي الطلبه صاحب الحلم فريق الطلبه يفوز. كربلاء عبد العزيز عمار بحراسة المرمى. اليوم راح يبدي بال 4-2-3-1. خط الدفاع من اليسار احمد الوجيه، محمد سعد، قاسم عبد الزهره، صلاح حسن على جهه اليمين. نعم. كلاعبين ارتكاز
حسن حمزة وعفوا عبد العباس اياد، راح يكون امامهم كريم بن عريف، على جهة اليسار مصطفى راضي، على اليمين عبد الله حسون. دائما الاطراف والاجنحة يبحث عن لاعبين سريعين خصوصا بالتحولات، وللامام راح يكون كلاعب محطة اللي هو عبد القادر طارق، اللي دائما يعني مشاهد انه يصنع او مرات يرجع الى وسط الملعب حتى يحصل على الكرات. صحيح. يمكن طريقة اللعب والاسلوب قليل كرات توصل للمهاجم، لذلك ما يقدر يسجل. دائما يبحث عن اللاعبين اللي يوصلوا كرات. طيب شكرا للكباتن. مشاهدينا الكرام الى ملعب المباراة نتابع احداث الشوط الاول. الطلبة وكربلاء يعلق عليها الزميل العزيز امير علي. مشاهدة طيبة وممتعة اتمناها للجميع. شكرا للزميل العزيز محمد حسين، وكذلك الشكر موصول لضيوفك الكرام في الاستوديو التحليلي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثاني مباريات الجولة 22 هنا من استاد المدينة الدولي، مباراة تجمع الطلبة الأنيق بكربلاء العميد القادم من محافظة كربلاء المقدسة هنا إلى بغداد من أجل مواجهة نادي الطلبة في مباراة منتظرة لمواصلة سلسلة الانتصارات والمستوى الباهر والمميز لكتيبة السيد باسم قاسم في المباريات الأخيرة بعد الرباعية التي ضرب بها فريق السيد باسم قاسم أمام الكرخ في الجولة الماضية في ملعب الكرخ عندما فاز بالأربعة مقابل 1. يومها أبدع شريف ومسوفة ولؤي العاني وكرار محمد، وكربلاء القادم من خسارة على ملعبه في مباراة صعبة كانت أمام فريق أربيل. قبل ذلك هو خسر في الشمال أمام دهوك وتعادل مع القاسم وخسر من النجف في ديربي الفرات وفاز على زاخو هناك في كربلاء، وبالتالي أوقف فريق كان يتقدم نحو الصدارة. لذلك بقيادة جديدة بوصول جديد مع رؤية على هذا اللاعب الممتع الباهر البارع الذي إن كنت تبحث عن المتعة فعليك أن تشاهد تسديدات هذا اللاعب وأهدافه من خارج منطقة الجزاء. الآن الكل فرح، الكل ينتظر عودة الطلبة، عودة الأنيق، هذا الفريق التاريخي الذي مرت عليه الأسماء والأسماء، الذي كان يعتبر مدرسة المدربين في الكرة العراقية، وخير مثال على ذلك من يتواجد معنا وينير الاستوديو التحليلي الكابتن القدير خلف كريم، والحاضر السيد باسم قاسم وأيوب أوديشو والكثير من الأسماء. هذا الفهد الذي يقف بين الخشبات الثلاث، هذا فهد طالب الذي يتواجد في مرمى فريق الطلبة. عين على مصطفى راضي، عين على التنزاني سايمون مسوفا. هذا الواضح أمامكم، العداد بدأ. وأيها الأحبة أيها المتابعون، يا من تشاهدون من كربلاء خلف الشاشات، ويا من تشاهدون أيضا من بغداد خلف أو الشاشات أو أمام الشاشات عفوا، هنا تشاهدون وتنتظرون على مدرجات استاد المدينة صافرة حكم المباراة، حكم الدرجة الأولى سيد أياد زاحم. الطلبة الرابع ب52 نقطة، كربلاء ال19 ب22 نقطة بعد أن تغيرت الإدارة. رحل الإدارة الفنية، رحل السيد حسن أحمد، والآن المهمة توكل إلى السيد عباس عبيد. فهنا ننتظر أمامكم انطلاقة صافرة، جماهير الطلاب في طرب، جماهير الطلاب في عشق لهذا النادي، في عشق لهذا الفريق الذي اليوم يستعد من أجل أن يحقق الإنجاز والوصول إلى المركز الثالث. وهذه الجماهير الحزينة، هذه الجماهير الحزينة جدا بعد أن فقد الفريق بارقة الإبداع، قد فقدوا بارقة الأمل، لذلك هم على شفا حفرة من الهبوط، يقفون في المركز ال19 إن حققوا الانتصار في مباراة اليوم. إلى أين سيذهبون؟ إلى أين سيتحركون على مستوى الترتيب؟ سيقتربون من نفط البصرة الفريق ال18 على بركة الله. أيها الأحبة أيها المتابعون، هنا انطلاق المباراة، كربلاء على اليمين بالألوان الخضراء، وعلى اليسار فريق الطلبة بالألوان الزرقاء. عملية تقدم، مبادرة أولى من الأنيق، وهنا الكرة التي تلعب تصل لصالح لاعبي فريق كربلاء. هذه محاولة وكرة
تلعب الآن على الجهة اليسرى، لكن تدخل وإبعاد، وحكم الراية يرفع الراية، يعلن مساعد الحكم في هذه اللحظات عن مخالفة. هنا السيد حيدر عبد الحسن الحكم الدولي المساعد للسيد اياد زاحم قائد المواجهة. أيضا المباراة الآن فيها تدخل وفيها مخالفة لصالح غيث المعروفي المحترف التونسي الواضح أمامكم في هذا التدخل الأخير الذي كان من اليمني أحمد محمد الوجيه. إذا طموح مغادرة المركز 19 والتفوق على نفط البصرة الذي يملك 34 نقطة. ومباراة نفط البصرة في هذه الجولة لم تلعب أمام فريق الحدود في بغداد، أمام الفرق التي تعاني آخر الترتيب الحدود. هذه الكرة تلعب والمحاولة تصل، فيما تسديدة تصل وكرة تعود مرة أخرى عبد الله حسون، لكن الكرة خاطئة الآن. معاناة دفاعية لكربلاء، ثالث أضعف دفاعات الدوري، قد يستقبل هدف مبكر. وهذه كرة تلعب إلى الأمام. عبد القادر طارق هداف الفريق وابن الطلبة السابق وابن الشرطة، واللاعب الذي مر بمحطات كثيرة في دوري نجوم العراق مع أمانة بغداد مع الديوانية، واليوم يتواجد أيضا مع كربلاء. انطلاقة حسون وكرة تلعب إلى عبد الله، لكن الكرة تقطع وتعود مرة أخرى. مباراة سريعة في بدايتها، مفتوحة من الطرفين، وهذا ما نتمناه وهذا ما نبحث عنه. وهنا كرة في وسط الملعب عند كرار محمد صاحب الهدف الثاني للطلبة في مباراة الكرخ في المباراة الماضية. الخيارات الفنية، السيد عباس عطية يدخل المباراة بعبد العزيز عمار في المرمى. خط الدفاع عبد العباس اياد مع محمد سعد، على اليمين صلاح حسن، على اليسار احمد الوجيه. في وسط الملعب يتواجد قاسم عبد الزهرة مع حسن حمزة وكريم بن عريف. المقدمة لمصطفى راضي وعبد الله حسون وعبد القادر طارق. بالجانب المقابل خيارات السيد باسم قاسم، يبقى فهد طالب في حراسة المرمى. على يمين الدفاع يتواجد غيث المعروفي، على اليسار الهمام همام طارق، في قلبي الدفاع سعد ناطق ودينيس نداسي، وفي وسط الملعب كرار محمد مع لؤي العاني. والعائد إلى الواجهة مرة أخرى مهدي كامل مسوفا مع شريف عبد الكاظم وأماماتشي أوغستين أموتو النيجيري. كرة في وسط الملعب المغربي كريم بن عريف، تعود الكرة في وسط الملعب، تلعب المحاولة. كل اللاعبين المتواجدين في تشكيلة الفريقين من الأسماء المحترفة من القارة الأفريقية، باستثناء محترف واحد آسيوي هو أحمد محمد الوجيه المحترف اليمني في صفوف نادي كربلاء. هذه كرة تلعب ممتازة، مبادرة أولى قد تكون على المرمى. الحارس عبد العزيز عمار العائد بعد غياب لمباراتين تواجد فيهما الحارسين العابدين نصيف جاسم. وهذه كرة تلعب على الطرف، تصل المحاولة لصالح عبد القادر طارق. السبعة يلعب كرة في وسط الملعب، ممتازة المحاولة، نقلة من جانب حسن حمزة في الوسط. هذا صلاح حسن يحاول وينتظر زميل، استلام لقاسم عبد الزهرة. قاسم يحاول يلعب الكرة على الجهة اليمنى، المحاولة التي يحاول من خلالها كربلاء على الجهة التي يتواجد فيها عبد الله حسون. وهنا المحاولة التي تعود تخرج إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية عند محمد سعد لاعب الذي يتواجد على الجهة اليمنى. هذه كرة تلعب الآن، المحاولة في وسط الملعب، تصل الآن لصالح فريق نادي الطلبة. كرار محمد يغير في اتجاه اللعب إلى من؟ هذا الذي يبحث عن التقدم هو شريف. السبعة في كربلاء والسبعة في الطلبة أخطر. هنا محاولة تلعب عالية، الرأسية الأولى تصل في هذه المحاولة، تصل لصالح الطلبة. هنا غيث المعروف يحاول فيها وتلعب عالية إلى الأمام، الرأسية وعبد العزيز يتدخل، رأسية أمام أنظار المدافعين، والإبعاد يأتي من عبد العزيز عمار. محاولة أولى، أموتو يلعب الكرة بالرأس وعبد العزيز يتألق ويصد المحاولة الأولى. لاحظ العرضية من المعروفي بالرأس من أموتو، راحت إلى المرمى لكن اعترض الطريق في الكرة الأخيرة عبد العزيز عمار، والمحاولة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. هذا عبد العزيز وبالعز أبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية، وهذه محاولة أو ركنية تلعب عالية، خروج لعبد العزيز وآيات زاحم يشير إلى مخالفة. ضربة حرة مباشرة لصالح حارس مرمى كربلاء الحارس عبد العزيز عمار. هنا المخالفة في منطقة جزاء كربلاء. للتذكير لقاء الذهاب كان سلبيا من دون أهداف. هنالك في كربلاء كيف ستكون النتيجة في مدينة أو في ملعب المدينة في مدينة بغداد في العاصمة بغداد، والتدخل من عبد العزيز عمار وعبد العباس صياد يقول على عتاب كبير. لماذا كل هذا التفرج؟ يعاتب الزملاء. أيضا يشكو الأمر لمدرب الفريق الواضح أمامكم السيد عباس عطية الذي يقود كربلاء في سادس مباراة له هذا الموسم،
صاحب 59 سنة، وصيف الدوري مع القوة الجوية، وصيف الكأس مع الكهرباء، يريدون أن يتشبثوا في كربلاء بأمل البقاء عن طريق هذا الرجل وهذا المدرب. وهنا الكرة التي ستنفذ من عبد العزيز، طموح المركز الثالث، طموح كبير لدى نادي الطلبة من أجل أن يتقدم الفريق إلى الأمام في سلم الدوري ويقترب من الثنائي الزوراء والشرطة الذين يغردون وحيدا في قمة الصدارة على قمة هرم الليغا العراقية. 65 نقطة للزوراء متصدرا، 65 نقطة للشرطة وصيفا. وما هو الفارق؟ فارق أهداف؟ لا، فارق مواجهات، لأن الزوراء تعادل في مباراة الذهاب في ملعبه أمام الشرطة، وفي درب العاصمة في الإياب فاز على استاد الشعب. هنالك حقق عبيد حيدر الانتصار على فريق الشرطة بهدف مقابل لا شيء عن طريق مراد محمد. هذه كرة تلعب كنترول ممتاز والمرور، الكرة الخاطئة، مشاكل كثيرة في الدفاعات. لاعب الرديف قاسم عبد الزهرة يمر الكرة إلى الأمام، بن عريف يذهب بكرة، القائد يحصل على مخالفة في وسط الملعب. تدخل من همام طارق في المحاولة الأخيرة، وهذا همام الذي يحصل على ضربة حرة مباشرة. أمامك كريم بن عريف من خلال مواجهة همام، وكانت المخالفة على همام طارق. هنا الكرة التي ستلعب من جانب قاسم عبد الزهرة، من الأسماء الشابة التي زج بها المدرب السيد عباس عبيد، وهذه كرة تصل إلى فهد طالب. فهد طالب في هذا الموسم يقدم مستوى مميز مع فريق نادي الطلبة الذي يعتبر ثالث أفضل دفاع بالدوري بعد فريق الشرطة الداخل مرماه 18 هدف، النفط الداخل مرماه 19 هدف، وفريق الطلبة الذي دخل مرماه 20 هدف حتى الآن. لكن الحديث عن دفاعات كربلاء، أنت تتحدث عن كوارث، عن ثالث أسوأ خط دفاع في الدوري بعد فريق الحدود الذي دخل في مرمى الحدود هذا الموسم 64 هدف حتى الآن، وفي أربيل 48، وفي كربلاء 46، وبنسبة كبيرة يرشح أن يحضر 47 في مباراة اليوم، ربما أكثر، ربما صمود الفريق الذي عاد من مستوى كارثي في دوري الدرجة الممتازة، لكن بعد ذلك الفريق عاد وتألق ووصل هنا إلى الدوري، ومن خلال هذا الوصول تمكن الفريق من البقاء في الدوري لموسمين، واليوم يتواجد الفريق في دوري نجوم العراق. لكن هل هو الموسم الأخير لهذا التواجد أم هنالك فرصة؟ هذه كرة عالية تلعب، رأسية ممتازة، إبعاد في دفاعات نادي كربلاء، وإبعاد آخر من حسن حمزة الواضح أمامكم. حسن، والكرة التي تعود مرة أخرى في وسط الملعب، مخالفة لسعد ناطق كابتن فريق الطلبة. هذا سعد صاحب 35 سنة، إنجازات سعد الشخصية مع فريق القوة الجوية هو وهمام وشريف أيضا، والسيد باسم قاسم له بصمة في القوة الجوية. وهذا التدخل الذي كان من جانب سعد ناطق على عبد القادر طارق، وهنا الكرة والأنظار على السيد حكم المباراة اياد زاحم. هذه كرة تلعب وفهد طالب يتصدى في هذا اليوم. الكرة التي تلعب مرة أخرى تصل المحاولة في الخلف لصالح لاعبي فريق الطلبة. كرار محمد يحاول مواجهة شخصية مرتقبة ما بين مدربين على مستوى عالي، باسم قاسم وعباس عطية، أسماء لا تقل شأنا عن بعضه والبعض أبدا. إنجازات كبيرة للسيد باسم قاسم، واسم كبير موجود في تاريخ الدوري العراقي وفي تاريخ نادي القوة الجوية السيد عباس عطية. هذه كرة تلعب لؤي العاني، هذا من اللاعبين الذين حققوا اللقب مع القوة الجوية في موسم 2021. كرة تلعب الآن، المحاولة تصل إلى سعد ناطق الذي يمرر في هذه اللحظات لصالح لؤي العاني، يلعب الكرة العالية الرأسية، الله أمام أوغستين أموتو المحترف النيجيري. نسر نيجيريا يحلق عاليا في استاد المدينة ليلقي التحية على العميد، ليضع الهدف الأول للأنيق ويسجل في مرمى عبد العزيز. كيف لك أن تأتي بمثل هذه الكرات يا عبدو؟ الكرة في المرمى، انطلق أموتو، حلق نسر نيجيريا ليضع الكرة في الشباك. العاني في كرة من الرقم 10 باليمنى عالية الرأسية، الله
حارس المرمى يأخذ وضع المتفرج، لكن حلق وطار. نسر نيجيريا أتى بالأخبار ويسجل الهدف الأول الأنيق، يسجل الهدف الأول الأزرق، والرأسية عالمية عالمية عالمية. هذا نسر نيجيريا يسجل الهدف السادس له هذا الموسم، وثلاثي الهجوم في الطلبة الآن يصبح في رصيده 21 هدف، 4 عند شريف و6 عند أماماتشي و11 عند مسوفا. هذه كرة تلعب الآن لصالح فريق الطلبة أو لكربلاء. يتأخر العميد في هذه اللحظات، والكرة تعود إلى سعد ناطق في الخلف، يلعب الكرة إلى الأمام. المحاولات لصالح الطلبة، وهذه كرة تصل إلى شريف عبد الكاظم. شريف الذي يتقدم في هذه المناطق، يمر الكرة ممتازة على الأطراف لصالح مهدي كامل. مهدي يحاول، مهدي قد يمر أو لا يمر، ينجح ويمرر بشكل ممتاز إلى كرار محمد. سيعتمدون على الكرات العالية في قلبي الدفاع، وهذه كرة من أجل هدف جديد كما فعل العام الماضي مع الزوراء، وسجل هدف رائع وجميل من مسافة بعيدة في ملعب كربلاء في مرمى هذا الفريق. وهنا الكابتن كريم بن عريف المحترف المغربي الذي يتواجد للموسم الثاني في دورينا، كان مع النجف، ومن النجف انتقل في الشتاء إلى كربلاء وبقي مع الفريق الأخضر. هنا الكرة التي تلعب غيث المعروفي، يمر الكرة في وسط الملعب، سعد ناطق يمررها باتجاه أماماتشي، يعيد الكرة في الخلف إلى همام طارق، فتح الجهة اليسرى والتغيير اتجاه اللعب شيء ضروري. ويعتمد السيد باسم قاسم في هذا الموسم كثيرا على سرعات شريف عبد الكاظم وهمام طارق. همام يحاول بكرة، ينجح ويمرر إلى شريف. هذا شريف يلعب الكرة العالية بانتظار رأسية جديدة، وردة فعل من عبد العزيز للكرة يلتقطها بكلتا يديه بعد مرور 10 دقائق أو أكثر. الهدف الأول حضر للطلبة، وفي انتظار حضور من جانب العميد، في انتظار رد من الفريق الأخضر القادر على الرد، لكنه إلى الآن لم يصل، لم يبادر. والكرة التي تلعب إعادة 3 لاعبين في الخط الخلفي ربما أثرت كثيرا على فريق نادي كربلاء. الآن صلاح حسن تشاهد في وسط الملعب، هذا بالرقم 21، اللاعب الذي يلعب كظهير يمين، بعد ذلك يلعب كلاعب في الخط الدفاعي في قلب الدفاع. تدخل على المعروف في مخالفة، الحكم لا يشير إلى شيء، يغيرون في اتجاه اللعب باتجاه شريف. شريف يريد أن يتقدم ويصل كما فعل السيرك في ملعب الكرخ، يريد إعادة الكرة، وهذه كرة تلعب من همام عالية إلى خارج أرضية الملعب. تذهب المحاولة إلى ضربة مرمى عند عبد العزيز عمار. هذا همام طارق، همام الذي حقق الألقاب، حقق كل شيء جميل، وفي ذلك الهدف. الكرة تعود الآن مرة أخرى، تصل لصالح نادي الطلبة، تمرر إلى شريف. شريف يحاول، والكرة التي يتقدم فيها شريف يسدد كرة إلى خارج أرضية الملعب. طبعا عذرا صاحب الهدف هو مسوفا، صاحب الهدف هو سايمر مسوفا، الرقم 27 التنزاني هو الذي سجل، ولم يسجل أماماتش. هنا الكرة التي لعبت والمحاولة والكرة، هذا أماماتش الذي كان في اللقطة الأخيرة. الذي سجل الهدف هو مسوفا، ليصل إلى 12 هدفا، يضيف الهدف 12 إلى رصيده. هنا الكرة وهنا المحاولة، هذا أموتو، الكرة التي تلعب الرأسية تصل إلى فهد طالب في الخلف. المحاولة عند دنيس نداسي، يحاول فيها دنيس، والكرة التي تعود مرة أخرى لصالح لاعبي فريق الطلبة في وسط الملعب. لؤي العاني، لؤي يعود مرة أخرى، سعد ناطق في الخلف إلى دنيس نداسي. نداسي يحاول إلى همام، همام الهمام ينتظر زميل، يحاول نيغوين. دنيس نداسي الكاميروني قريب، لكن سعد يستلم كرة، وهذا نداسي يحاول صاحب 30 سنة في وسط الملعب. دنيس نداسي القادم من جدة السعودي، هذا دنيس يلعب الكرة إلى لؤي العاني. لؤي يحاول، لؤي ينتظر زميل، يمررون، والمحاولة مرة أخرى
الرأسية والكرة التي تلعب الآن. كرة تلعب وتعود، عملية التقدم الآن. مصطفى راضي لاعب سريع، لاعب مهاري، يحاول ويتقدم، ينتظر الزميل، يحاول، والكرة التي تلعب إلى خارج أرضية الملعب. هذه المحاولة وهذه الكرة، وهذا مصطفى راضي، هذا مصطفى راضي الذي يحاول في الكرة الأخيرة. محاولة تعود، والكرة التي تصل في هذه اللحظات إلى رمية جانبية لصالح لاعبي نادي الطلبة. مخالفة، ضربة حرة مباشرة. لقاء الذهاب انتهى بهدفين مقابل لا شيء. سجل لؤي العاني هدف جميل جدا، وسجل سايمون مسوفة. في كربلاء هنالك اللقاء انتهى بهدفين مقابل لا شيء. وهذه الكرة التي تعود مرة أخرى. أحمد الوجيه يحاول، ينتظر تمرير، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. هذا غيث المعروفي، والكرة التي تلعب مرة أخرى من رمية جانبية تعود إلى كريم بن عريف. كريم إلى الوجيه، يلعب الكرة، يحاول فيها على الجهة اليسرى فريق كربلاء، والمحاولة هنالك غضب من حسن حمزة، تذهب إلى رمية جانبية. سيد باسم قاسم 66 سنة لهذا الرجل، مدرب كبير، مدرب المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم، مدرب المنتخب الوطني في كأس الخليج في الكويت، حقق ثنائية لكأس الاتحاد الآسيوي، دوري أبطال آسيا للفئة الثانية بالمسمى الجديد مع القوة الجوية مع الصقور، وأيضا كان مساهم كبير في اللقب الثالث، وحقق لقب الدوري 3 مرات كما ذكرنا، مع دهوك الذي خسر قبل قليل أمام النفط بهدف مقابل لا شيء، ومع فريق الزوراء ومع القوة الجوية. النفط الذي يقدم مستويات مميزة مع السيد عادل نعمة بدأ يتقدم في الترتيب فريق النفط. هنا الكرة التي تلعب، محاولة مرة أخرى وتعود في الخلف إلى سعد ناطق. سعد يحاول، غيث المعروفي، والكرة التي تصل إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية هنا أمامك صاحب الهدف سايمون مسوفو. عبد العزيز عمار، وهذه كرة تلعب مرة أخرى وتصل في الخلف لصالح لاعبي فريق نادي الطلبة. مهدي كامل في انتظار همام الذي يحاول يمرر إلى كرار، والكرة التي تعود مرة أخرى تصل لصالح الطلبة في وسط الملعب، والفرصة التي تصل إلى همام من الجهة اليسرى في انتظار عرضية ثانية. وبالعرضيات المدرب باسم قاسم يعمل بجهد كبير في هذا اليوم، لأنه يعلم جيدا الفراغات والفجوات في دفاعات كربلاء. يتقدم كريم بن عريف، هنا التدخل وهنا القطع للكرة، لكن سرعان ما استعادها الوجيه، وعادت الكرة إلى حسن حمزة الذي يلعب الكرة، والفرصة التي تعود مرة أخرى. هذا قاسم عبد الزهراء في الوسط، كرار محمد يحاول بكرة، ينتظرون عملية التمرير في كرة في الوسط الآن عند لؤي العالي الرقم 10، والسقوط لأحد لاعبي كربلاء مع إيقاف الوقت من السيد أياد ساحل. سلامات محمد سعد، ولا يحتاج إلى إصابات في الخط الخلفي. أوتارا غائب عن المباراة، وعلي صالح غادر الفريق، والفريق في هذا المركز يعاني كثيرا.
حتى اليوم زجوا بقاسم عبد الزهرة أحد لاعبي الفريق الرديف في كربلاء. هذا الفريق الذي قدم مستوى مميز مع السيد خالد وليد المدرب الكربلائي المعروف الذي يدير فئة الرديف في نادي كربلاء، وقدم الكثير من الأسماء لهذا الفريق في وقت الحاجة. عندك في دكة الاحتياط أسماء موجودة قد خرجت من هذا الرجل ومن تحت يديه قدمها للفريق لتسعف الفريق في موسم لا يسمح لهم بالتعاقدات، وهذه الإعادة ما سوف سجل والكرة في المرمى. وما بين 27 و17 شبكت علينا ودخلت الكرة إلى المرمى، وهنا الإعادة من لؤي والكرة العالية. لا والله لا والله لا والله لا والله، اللي حط الكرة في الجول هو أموتو، والكرة في المرمى. أماماتشي يسجل. هنا الكرة التي سجلت والإعادة للهدف الجميل. المباراة متوقفة في هذه اللحظات. حديث ما بين حيدر عبودي والسيد عباس عطية في هذه اللحظات من أجل معالجة الأمور وإدراك الأمر قبل نهاية الشوط الأول. فريق كربلاء سيء جدا في بداية على مستوى الهجوم، لا يقدم شيء حتى الآن هجوميا أمام فريق الطلبة. هذا التراجع بسبب ظروف كبيرة مرت بالفريق، بسبب ما يمر به الفريق من تخبطات إدارية، إدارة مؤقتة تدير الأمور، وتغيير على المستوى الفني. وهنا المحاولة التي تلعب الآن غيث المعروفي، يحاول غيث في الخلف إلى سعد ناطق. الكرة التي تلعب مرة أخرى إلى همام وشريف، والمحاولة التي تصل في هذه اللحظات لصالح لاعبي كربلاء. كريم بن عريف يحاول بكرة، حسن حمزة مع كريم يغير في اتجاه اللاعب كريم بن عريف. الكرة عند الوجيه الذي يحاول في كرة، ينتظر زميل من الأقرب، يفضل العودة إلى الخلف. الآن الكرة التي تصل عند قاسم عبد الزهرة، قاسم يمرر. الفرصة التي تلعب الآن لصالح عبد العباس، سياد عبد العباس العائد إلى التشكيل الأساسي. وهنا الكرة التي تلعب لصالح لاعبي كربلاء، قطع الكرة بشكل خاطئ. هذه المحاولة تصل للأنيق وضربة حرة مباشرة يبحث عنها لؤي العاني كثيرا في مباراة اليوم، وفي انتظار تسديد الكرة من مسافة بعيدة. هنا الضربة الحرة المباشرة التي ستلعب، والكرة التي ستسدد على مرمى الحارس عبد العزيز عمار في انتظار من سيسجل الهدف الثاني. تصل محاولة من خلال الضربة الحرة المباشرة. الآن يقف عليها همام طارق وغيث المعروفي ولؤي العاني. في هذه اللحظات عبد العزيز يوجه جدار البشري ومهدي كامل مع غيث المعروفي وهمام، الثلاثي الذي سيقف على هذه الكرة. تحتاج إلى لاعب بقدمه أسرع بإمكانه أن يضعها في الشباك. هل نشاهد هدف ثاني للأنيق في هذه المباراة؟ هل نشاهد هدف ثاني في شوط المباراة الأول؟ طلبة الذي ينتظر الكثير، الطلبة الذي يريد أن يتقدم في السلم، يريد أن يأخذ المركز الثالث من زاخو. كرة مهدي كامل تلعب سريعة إلى غيث المعروفي بكرة وبفكرة لم تتم مع الفريق، وبالتالي المحاولة التي تصل الآن لصالح لاعبي فريق نادي الطلبة. فرصة مرة أخرى والكرة التي تعود، المحاولة لصالح لاعبي فريق نادي كربلاء. هذه الكرة التي تعود مرة أخرى تلعب وتمرر إلى خارج أرضية الملعب.
تعود الكرة والمحاولة لصالح لاعبي كربلاء. عملية المرور والكرة إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية هذا الوجيه، وهنا خطأ لصالح كريم بن عريف. التدخل الذي كان كرار محمد الواضح أمامكم، لديه هدف هذا الموسم في مرمى الكرخ. هنا تدخل من كرار على كريم بن عريف. كريم يحاول على كرة ثابتة الآن عالية في منطقة الجزاء، لكن مباشرة إلى فهد طالب. هنا شريف يتقدم في الكرة، شريف يحاول من الجهة اليسرى، تعود إلى وسط الملعب. سعد ناطق يحاول مع غيث المعروفي، والكرة التي تعود دينيس نداسي مرة أخرى. الكاميروني يمر الكرة في العمق إلى مهدي كامل، تمريرة باتجاه أموتو، تعود الكرة مرة أخرى لكن خاطئة. سيغادر محمد سعد، سيغادر محمد سعد، وإصابة للعب محور الدفاع محمد سعد الذي يلعب في هذا اليوم على الجهة اليمنى. تغيير اضطراري أيضا سيجريه السيد عباس عطية. هنا التغيير بمن سيكون لاعب بديل يجهز الآن على ما أعتقد كاظم جواد أو أحمد علي، أحدهما سيشارك. الخيار الجديد للسيد عباس عطية في هذه اللحظات من سيكون؟ السلامة لمحمد سعد. أول التغييرات الاضطرارية الآن لنادي كربلاء في هذه اللحظات. يغادر محمد سعد، والبديل هو مصطفى محمد. إذن لاعب بديل وتغيير الآن في الشوط الأول لصالح نادي كربلاء على أمل أن يتحسن فريق كربلاء. يعني هو في مباراة دهوك قدم مباراة كبيرة مع القاسم مع نجف، لكنه في مباراة أربيل الذي ضيع فيها الكثير من الفرص لم يكن الفريق يعني ذلك الفريق الذي واجه القاسم الطامح في أفضل حال من أربيل، لم يكن الفريق الذي واجه النجف. والآن أمام الطلبة لا يظهر حتى الآن ونحن نقترب من نصف ساعة. شريف يطالب بخطأ. ورمية جانبية. سلامات لمحمد سعد وكرة في الخلف عند سعد ناطق، تعود مباشرة إلى فهد طالب. يحاول الفهد عملية التمرير الآن إلى سعد. سعد يحاول، غيث المعروفي في وسط الملعب إلى لؤي العاني. لؤي الكرة التي تعود مرة أخرى. لؤي يحاول في وسط الملعب إلى دينيس نداسي. نداسي في العمق، يحاولون عملية التمرير إلى مهدي أو هذا شريف عبد الكاظم مع همام في انتظار الكرة العالية، لكن كريم بن عريف قراءة ممتازة. تعود الكرة بالخطأ لصالح لاعبي كربلاء. حسن حمزة يلعب الكرة إلى عبد الله حسون الغائب عن المباراة حتى الآن. يتقدم عبد الله بالسرعات، يحاول ولكن الكرة في الوسط. تدخل همام، قطع الكرة همام والشريف الذي يعيد الكرة إلى كرار محمد الذي يعمل تأمين دفاعي. الآن كرة في وسط الملعب منقولة للطلبة. المحاولات والكرات، وسعد ناطق يعمل نقلة على الجهة اليمنى باتجاه غيث المعروفي. غيث يحاول. مسوفا، هل يسجل مسوفا الذي سجل ذهابا؟ هل يسجل إيابا؟ بعدما سجل تعود وإبعاد من الدفاعات
وسط الملعب والثلث الهجومي لكربلاء غائب عن المباراة ومغيب تماما من دفاعات الطلبة. هنا الكرة التي تعود مرة أخرى لؤي العاني يلعب الكرة، لكن قراءة ممتازة في وقت صحيح من جانب الوجيه، والكرة التي تعود تلعب إلى الأمام لصالح لاعبي كربلاء. مصطفى راضي بالسرعة القصير المهاري يحاول، والكرة بالرقم 8 لم يتمكن من خلال الوصول إلى الكرة الأخيرة مصطفى راضي لتذهب إلى خارج أرضية الملعب. المحاولة إلى رمية جانبية، الكرة تعود سريعة. غيث أو لؤي العاني، العشرة في الوسط، هذا لؤي لاعب القنيطري والفتح الرباطي في المغرب ولاعب الزوراء والقوة الجوية هنا والطلبة في بغداد. الكرة على اليمين إلى غيث المعروفي، تعود الكرة في الخلف عند سعد ناطق العائد من تجربة احترافية مع فريق أبها في دوري روشن. الكرة التي تعود مرة أخرى عالية من جانب لاعبي الطلبة إلى غيث المعروفي، اللي يصل العاني إلى هذا المكان ليعمل كرة عرضية جديدة يشاهدون من خلالها ارتقاء جديد وهدف جديد. كربلاء الفريق الذي يعاني ينتظر ظهور في هذه المباراة. هنا محاولة تعود وتمريرة من مهدي كامل، شريف مرة أخرى، شريف يمرر إلى كرار محمد، كرار مع لؤي، ثلاثي وسط الملعب يحاول إلى مهدي كامل، لكن الكرة العالية لم تأتي هذه مع لؤي إلى عبد الله حسون، طالت إلى خارج أرضية الملعب. فريق كربلاء من دون حلول، من دون حلول تذكر. وهل هذا الزمان الذي وصل إليه العميد لأن يبقى الفريق من دون حلول؟ هل كربلاء سيغادر دوري نجوم العراق؟ هل سيعود إلى دوري الدرجة الممتازة بهذا الوضع؟ الفريق قريب، ولو أن في الفرق التي تقف في مؤخرة الترتيب الكل لديه احتمال من أجل البقاء واحتمال من أجل الهبوط، وكل شيء وارد. تعود الكرة حسب لوائح الليغا، الهبوط للفريق صاحب المركز 20 والمركز 19، ومباراة فاصلة ما بين الفريق صاحب المركز 17 وال18. يبقى الفريق الذي سيفوز، وإن تعادل صاحب المركز 17 أيضا سيبقى، ومباراة فاصلة ستلعب مع صاحب المركز الثالث في الدوري الممتاز لصاحب المركز 18 حسب لوائح الليغا وما عمل في الموسم الماضي الآن سيعمل عليه في هذا الموسم. حسن حمزة بالسلامة، لا يحتملون خسارة جديدة للاعب جديد. كربلاء والطلبة مواجهة تاريخية. هنا السيد باسم قاسم وحديث، وفي هذه اللحظات ربما يغادر حسن حمزة. سلامات حسن حمزة. بالمناسبة لتصحيح المعلومة، مركز أو صاحب المركز 18 في دوري النجوم سيلاعب ثالث الدوري الممتاز مباشرة، بالتالي 17 سيضمن البقاء، وكربلاء سيعملون من أجل المركز 17 أو 18، أما للبقاء بمباراة فاصلة أو أما البقاء تام. هم قريبين من ذلك، هم قريبين من نفط البصرة، قريبين من الديالى أيضا، وبالتالي أيضا الابتعاد من الحدود وتأمين المكان أمر منتظر. كرة تلعب الآن، الحدود لديه 17 نقطة، فارق 5 ما بينه وما بين كربلاء، والحدود لديه 7 مباريات، وأيضا مواجهة مباشرة ما بين نفط البصرة والحدود ستعود بفائدة كبيرة لكربلاء ولديالى وأيضا للميناء. ميناء بعيد بعض الشيء عن ديالى، لكن أمل البقاء منتظر. يعني تقريبا سلسلة الهبوط في آخر الترتيب محصورة ما بين ديالى، نفط البصرة، كربلاء، الحدود، وشيء قليل من ذلك لفريق الميناء. مباريات متبقية كثيرة والحسم سيكون بشكل كبير. هذه كرة تعود في الجولات القادمة، سيكون الحسم، والكرة التي تصل باتجاه كريم بن عريف. كريم يحاول عملية المرور بشكل ممتاز، كريم يحاول تمشيط الكرة إلى الأمام، لكن الكرة لم تأتي ولم تصل. قطعها سعد ناطق وعادت إلى كرار محمد بالكرات السريعة. الآن بدأ الفريق يتقدم، فريق كربلاء، والكرة التي تلعب لكن رأسية وتدخل دينيس لداسي إلى فهد طالب، وفهد هدي يا فهد، هدي يا فهد. كرة تعود مرة أخرى عالية، الكرة
لتصل إلى فهد طالب. هذا فهد العائد من تجربة احترافية في الدوري الإيراني مع صنعة نفط عبادان. ومباشرة إلى فريق الطلبة. كرة في الخلف، كرار محمد يحاول، تعود الكرة على اليمين إلى غيث المعروفي. غيث هنا إعادة لتدخل كريم بن عريف، والكرة التي تعود فيها الخلف عند دينيس نداسي، يحاول فيها دينيس نداسي، يمرر سعد ناطق يبعد، والكرة تصل في وسط الملعب. هجمة لكربلاء أو عفوا للطلبة، يحاولون فيها من أجل الوصول إلى دفاعات العميد. الكرة التي تعود مرة أخرى عالية واصلة في الأمام إلى سعد ناطق. تعود في الخلف إلى سعد، طرب في المدرج الأزرق وحزن كبير في المدرج الأخضر مع غياب الجماهير. دعم الجماهيري شيء مطلوب لفرق تعاني مثل كربلاء، هذه الفرق التي تمثل محافظات كربلاء، ديالى، قاسم، النجف. وهنا الكرة التي تعود إذا دهوك زاخو، والمحاولة التي تصل. فريقين في مدينة دهوك يقدمان مستوى مميز ودعم جماهيري كبير حاضر. جماهير الشمال أيضا أربيل، الفريق الذي يقدم جمهور يعطي إضافة لدورينا مع نوروز، لكن معاقبة أتت على جماهير كربلاء ودهوك عفوا كربلاء وزاخو ونوروز في هذا الموسم. جماهير كربلاء حتى نهاية الموسم، وجماهير زاخو ونوروز ل5 مباريات. كرة تعود لصالح نادي الطلبة، لاعب في وسط الملعب ساقط من جانب فريق كربلاء. تعود مرة أخرى لعبد العباس اياد الذي يقطع الكرة. عبد العباس يحاول، وهنا إخراج الكرة إلى خارج أرضية الملعب للاطمئنان على سلامة الزميل. اطمئنان على سلامة حسن حمزة. حسن حمزة لاعب المحور يسقط في هذه اللحظات. سلامات حسن حمزة في هذا الاحتكاك مع الويلعاني. هذا الاحتكاك والتدخل لم يشاهد حكم المباراة، كان مع سرعة انتقال الكرة. هذا حسن حمزة صاحب 25 سنة، لاعب فريق كربلاء. جماهير الطلبة، جماهير الأنيق من على المدرج. فريق التاريخ الآن متقدم بهدف مقابل لا شيء، الآن يتقدم شيئا فشيئا إلى المركز الثالث. ما هي إلا ساعة من اللعب أو 90 دقيقة من اللعب مضت، ونقترب من 40. هنا الرأسية تصل مباشرة إلى فهد طالب. فهد الذي يحاول، حارس المرمى. تعود الكرة إلى غيث المعروفي على الجهة اليمنى لصالح لاعبي الطلبة. يحاولون، ينتظرون، والكرة العالية إلى الأمام تصل في هذه اللحظات لصالح لؤي العاني. ما شاء الله على تمريرة، ولا أحلى ولا أجمل. هنا افتكاك من كرار، مخالفة على كرار محمد. تدخل أيضا على حسن حمزة. تعود المحاولات لصالح كربلاء. بن عريف يمرر يا مصطفى راضي، لكن سريعا ما ساعدها لاعبي الطلبة. وسط الملعب في الطلبة يعمل بشكل ممتاز عكس الجانب المقابل فريق كربلاء. تقدم الوجيه، يعني فريق كربلاء بالعادة هو يخسر مباريات، يستقبل أهداف، لكن يقدم مستوى مميز خصوصا على مستوى الحلول الهجومية الغائبة حتى اللحظة. تدخل
في الجانب المقابل أيضا يعيد مخرج المباراة غيث المعروفي، يتقدم محاولة افتكاك الكرة، تعود الآن مصطفى راضي، أعطيت الحرية للاعبي كربلاء للتقدم إلى الأمام، ويعلم جيدا بقيمة لاعبي الفريق المنافس، لكن الظروف تعول عليه أن يتقدم. قطع من لؤي مع السقوط للوجيه، تعود الكرة سريعة، المحاولة إلى شريف، يسدد شريف وإلى خارج أرضية الملعب. محاولة إلى خارج أرضية الملعب في الخمس دقائق الأخيرة على نهاية الوقت الأصلي. تسديدة شريف عبد الكاظم كانت بعيدة عن المرمى. لاحظ هنا الكرة التي مررت من مهدي كامل سريعة إلى شريف، تقدم وبيسراه سدد كرة لافة من أعلى العارضة بمترات إلى خارج أرضية الملعب. عبد العباس سياد يحاول الكرة في وسط الملعب إلى كريم بن عريف، تعود مرة أخرى في الخلف عبد العزيز عمار، في الوسط إلى كريم بن عريف، التمرير والكرة بمرور ممتاز من حسن حمزة. أين عبد القادر؟ أين مصطفى راضي؟ أين عبد الله حسون؟ أين هؤلاء؟ السؤال مطروح والجواب متروك عند السيد عباس عطية. هل سنجدهم في الشوط الثاني من الأوراق ستفعل من الدكة؟ في خيارات شابة من الممكن أن يدفع بها المدرب في الشوط الثاني. وهنا الكرة التي تلعب مرة أخرى على الطرف إلى همام طارق، كرة عالية بالرأس، عملية المرور والتقدم، تعود الكرة لصالح فريق الطلبة لهدف ثاني. الكرة التي تسدد لكن بين أحضان عبد العزيز عمار. الكرة التي تصل، هذا قاسم عبد الزهر، لاعب شاب يبلغ من العمر 21 سنة، ورأسية تلعب وتدخل موجود في هذه اللحظات. إبعاد والكرة تعود في وسط الملعب لصالح الطلبة. سلسلة تمريرات ما بين همام ومهدي تصل إلى كرار محمد الذي يحاول تغيير اتجاه اللعب إلى غيث، لكن يفضل الأقرب وهو مهدي كامل. أين الحلول؟ أين لؤي العاني؟ أين أيضا ماسوفا وشريف وأماتو؟ كرة عالية، غيث المعروف الذي يحاول في انتظار الزميل، في انتظار القريب، وتمريرة بكعب القدم ممتازة. هنا كريم غيث يحاول يتقدم في كرة تصل لصالح كربلاء بالكونتر اتاك للعميد، يحاولون بكرة من المنتظر أن تصل، عملية المرور من عبد القادر، لكن تدخل وقطع الكرة من مهدي كامل مع مخالفة لعبد القادر. أسرع يا عبد القادر إلى الخط الأمامي من أجل أن يعودوا إلى المباراة. ينتظرون مرور جميل من عبد القادر، لكن مهدي كامل كان في تدخل والمخالفة أشار إليها السيد أياد زاحم. تعود إلى مصطفى راضي، الوسط والتمريرات إلى كريم بن عريف، حسن حمزة مرة أخرى بالعمق، كرة بكعب القدم، سايمون ماسوفا، سوف يتقدم في كرة يذهب فيها إلى الأمام، شريف لوحده ينتظر كرة تمرر الآن إلى مهدي، يغير إلى شريف، يحاولون فتح الفراغات لشريف عبد الكاظم، لعب سريع ومهاري قادر على المرور في المناطق الضيقة. وهنا الكرة التي تلعب مباشرة إلى خارج أرضية الملعب. صلاح حسن، كرة تعود من خلال الركنية للطلبة، طرف في المدرج، وكرة عالية. الله يا شريف، يا شريف، موسم استثناء يا شريف، يظهر لنا شريف. لاحظ الكرة التي لعبت من غيث إلى شريف على المرمى مباشرة، وعبد العزيز بتدخل الكرة في اللحظة الأخيرة إلى خارج أرضية الملعب، دفع بها حارس المرمى، رايحة إلى هدف عالمي، إلى هدف لا يوصف من شريف عبد الكاظم. والتدخل الذي كان من عبد العزيز عمار بلقطة رائعة وجميلة جدا. غيث وكرة عالية، الرأسية إلى عبد العزيز مباشرة تصل. الثواني الأخيرة على نهاية الوقت الأصلي أيها الأحبة أيها المتابعين، 3 دقائق يرفعها الحكم الرابع السيد مهند مناف بلقطة جميلة من مخرج المباراة. تحية لكادر النقل من شركة عشتار
حقيقة مباراة بجودة نقل على أعلى مستوى، لقطات رائعة ظهرت في الشوط الأول بمناطق كثيرة. هذه كرة تلعب الآن إلى كرار، همام الذي يحاول يعيد الكرة في الخلف. الآن هدوء من جانب لاعبي الطلبة، نخرج بال1-0 ولا نعطي مساحات، وتعليمات واضحة من السيد باسم قاسم. لا عبور لسعد ولا دينيس نداسي في الكرات الأمامية. مهدي كامل تجربة مع النجف، ثلاثية لقب مع الشرطة، مع درع معلق لمهدي مع القيثارة. كرة في الجهة اليمنى، المحاولة التي تصل الآن لصالح لاعبي كربلاء في انتظار المرور إلى مصطفى راضي. عملية التقدم من مصطفى، تدخل، والسيد اياد زاحم يشير إلى رمية جانبية في هذه اللحظات. رمية جانبية. تلعب سريعة لصالح الطلبة. كرار محمد الذي يحاول يغير في اتجاه اللعب، دينيس نداسي باتجاه همام الذي يتقدم في هذه المناطق، وصلاح في تغطية على همام طارق في انتظار العرضية. كرات عرضية لعبت بشكل كثير من جانب لاعبي الطلبة، لم يفكروا في الاختراق أكثر من الكرات العرضية أبدا. وهنا الكرة التي تعود إلى سعد. مهدي كامل، تمرير، مسوفا يلعب كرة، لؤي، تعود الكرة إلى حسن حمزة مرة أخرى. عملية التقدم الآن تلعب بالعمق، ممتازة أماماتشي، ولا مخالفة يقول حكم المباراة لأماماتشي. النيجيري كان يطالب بخطأ. والكرة التي تعود مرة أخرى، غيث، حوار مع مصطفى راضي ومخالفة لصالح غيث المعروفي. احتكاك بدني، حكم المباراة اعتمد مخالفة في هذا الاحتكاك. هنا واضح هذا التدخل، غيث المعروفي ومصطفى راضي في احتكاك شرعي، لكن القرار لحكم المباراة كان هنالك مخالفة. تغطية من قاسم عبد الزهراء على أموتو، وكرة في منطقة الجزاء لهدف ثاني. ماذا تفعل ولماذا كل هذا الانتظار والتسديدة والكرة والإبعاد والمشاكل على هذا الفريق لا تأتي فرادا، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. كان من الممكن أن يضع الهدف الثاني أمام تشي، لكن لم يفعل ولم يأخذ القرار. كرة أخيرة الآن، اياد زاحم يطلق الصافرة. أيها الأحبة، أيها المتابعون، ينهي أحداث شوط المباراة الأول بتقدم فريق الطلبة على كربلاء بهدف مقابل لا شيء، كان من إمضاء النيجيري أماماتشي أوغستين أموتو. استراحة قصيرة ونعود إليكم إن شاء الله قبل لحظات من بداية شوط المباراة الثاني. العودة بالصوت والصورة لزميل العزيز محمد حسين وضيوف الكرام في الاستوديو التحليلي. شكرا للزميل أمير علي. سيطرة طلابية على أحداث الشوط الأول ترجمها المحترف أموتو بهدف التقدم للأنيق.
أهلا بكم من جديد. قراءة فنية في أحداث الشوط الأول مع الكباتن. كابتن خلف شوط أول كما هو المتوقع، يعني يتسيد الطلبة، تسيد فريق الطلبة، حقق بعض الفرص وترجم إحداها المحترف أموتو. يمكن احنا ما طلعنا اليوم الاحصائيات هنا للمباراة. لو نطلع الاحصائيات للمباراة تحس انه المباراة لعبت من جانبها. يعني بالنسبة للاستحواذ هو اكثر من 59، انا اقول وصل فوق ال60 بالنسبة لفريق الطلبة. خلينا نشوف التسديدات على المرمى، كربلة ولا كرة، لا اون تارجت ولا اوت اوف تارجت. الطلبة كان هو المستحوذ على المباراة، حتى الكورنرز الثلاثة. يعني تحس اليوم فريق الطلبة جابه فريق أقوى منه بكثير. حتى الكرات اللي تنتقل من الوسط للهجوم كرات طويلة، وين على سعد ناطق وعلى دنس، بالنتيجة ترجع عليهم الهجمة مرة أخرى. يعني اليوم ما شفنا فريق كربلاء اللي ينقل كرة بوسط الملعب اللي عودنا أنه يصل إلى مرمى الخصوم أو المنافسين. بالنتيجة الطلبة خطورة الطلبة وين تكمن بالكرات اللي تطلع من رجل لوي العاني. يعني حتى الهدف اللي يسجل هدف أنا أقول هدف رائع جدا، يعني كرة رئيسية مشتركة أموتو مع المدافع، وسبق الهدف أيضا نفس الطريقة تقريبا. وحتى وراها مجموعة كرات ذكية ساقطة وراء المدافعين. إذا أنا أقول إذا بقى الوضع بهذا الشكل ربما فريق هذه سبقتها. هذه كرة، هذه غيث معروفة، هذه اللي سبقتها كرة من غيث معروفة، والثانية اللي جتي الكرة من لوي العاني. بهذا الوضع إذا استمر الأداء بهذا الشكل لفريق كربلاء ربما راح يعني يستقبل أهداف أكثر. ولهذا المشكلة وين تكمن كابتن محمد؟ يعني مثلا لاعب المدافع اللي هو محمد سعد صار عنده شد عضلي ولازم يخرج من المباراة. يعني اكو لقطة بين عباس وبين عبودي، حيدر عبودي، يقول لي عندنا بديل المن اللعب، ولهذا الفريق لا حول ولا قوة. حيدر عبودي يرجع من الاعتزال يلعب والله من ينزل بعد. يعني تحس يعني الفريق ده يعاني من شحة اللاعبين. هذا الهدف هدف رائع جدا، يعني كرة رأسية رائعة جدا. كابتن حيدر، يعني بهذا الحال صعب جدا أن يجاري فريق كربلاء فريق الطلبة اللي فرض استحواذه وسيطرته على أحداث الشوط. قلنا إذا نريد نقارن الفوارق وإمكانيات اللاعبين تميل الكفة للطلبة. استحواذ من أول دقيقة لنهاية الشوط الأول. منطقة وسط سيطروا عليها كرار ومهدي كامل ولوي العاني اللي بتحركاته يعني مطفى عالية جدا كبيرة لوسط الطلبة. الكرات اللي يلعبها دائما تكون مؤثرة، حتى الكروسات شاهد انه يلعبها بدقة داخل منطقة الجزاء. اموتو قبل ما يسجل ايضا نفس الكرة تقريبا، يعني كوبي بيست، ايضا كرة من الجانب لعبها وكان بعاد لعبد العزيز عمار، لكن حالة الهدف لعبها بدقة عكس حركة عبد العزيز، كان ممكن أقرب إلى المرمى صح من الحالة الأولى. صحيح. سيطرة واضحة. الكرة شريف عبد الكاظم اللي لعبها للزاوية البعيدة أيضا بعاد من الحارس، يمكن كان مسجل الهدف الثاني كان اختلف الوضع أكثر، يدخلون بالشوط الثاني يمكن طموحهم يزيد انه بتسجيل عدد اكثر من الاهداف. وضع كربلاء يعني انا اقول الله يساعد ويعين كابتن عباس عطيه، يعني يريد يعالج مثلا الاخطاء الدفاعيه تطلع مثلا عنده اصابات. يعني واحد من اللاعبين اللي دائما يشارك بصوره اساسيه اللي هو محمد سعد شاهدناه يعني طلب التبديل بسبب اصابته بالعضله الخلفيه. شاهدنا انه التحوير وتغيير اللاعبين داخل ارضيه الملعب، يعني صلاح حسن على جهه اليمين شاهدناه لعب كلاعب ارتكاز ثانوي حسن يعني حمزه. حسب ما اتذكر يعني صلاح في هذا الموسم مع كربلاء يمكن جرب كل المراكز، يعني حتى قلب دفاع لعب في بعض الاصابه صحيح. قاسم عبد الزهره لاعب رديف، هو واحد من اللاعبين الشباب صح، يعني حتى خبرته انه قليله. يعني شاهد مثلا انه حاله الهدف يا ريت انه لو يعيد لنا اياها، يعني ما اشترك اصلا ويا المهاجم،
يعني لو لاعب مثلا اكثر من مباراه وعنده خبره صحيح. اللعب صعب انه من باستمرار. الرديف الى فريق الاول ويواجه الطلبه. ف يعني وضع الله هذا الهدف. هذا الهدف. يعني انت اللعب شوف انه حركته اصلا تمركزه غير صحيح. نعم. وبنفس الوقت يعني بالمواجهات او الاشتراكات دائما تميل لاموتو اللاعب المحترف. قوي بدنيا بالحالات مشاهده انه بالكرات الرأسية يتفوق، الكرات الرأسية له بصوره مميزه. فوضعهم جدا صعب، يعني فارق انه فريق دا يلعب تحت الضغط، خصوصا انه المركز قبل الاخير، وهي فريق مستقر دا نشاهده بالمباريات الاخيره. يعني نتائج ايجابيه، يمكن لولا النقاط اللي خسرها الطلبه بالمرحله الاولى أيوه. يمكن الان قريب انه نقول على المركز الثالث. صحيح. انا بدي اتكلم على جزئيه كابتن خلف، كابتن حيدر، انه حاله الهدف تكررت يعني باكثر من مره، انه غيث معروفي يرفع من هذه المنطقه بالذات من دون طبعا ضغط ورقابه من المدافعين. يعني اعتقد هو موضوع متفق عليه، انه هاي نقاط الضعف في فريق كربلاء خلينا نركز عليها، واثمرت عن هدف. كابتن محمد، احنا يمكن بدايه حديثنا عن هاي المباراه قلنا نقطه الضعف هم خط الدفاع باكمله. صح. لفريق كربلاء. يعني لكن السؤال الاهم تدري وين كابتن محمد؟ انه الطلبه متقدمين بالشوط الثاني يلعبون للهجوم حتى يزيدون الغله، يسجلون اكثر، لو يكتفون بالهدف ويتركون اللعب لفريق كربلاء. كربلاء رغم سجل في مرماهم هدف لكن بقى فريق يدافع. التحولات بكرات طويله. هو كربلاء اذا يردون يوصلون للمرمى بالهجمات السريعه خلينا نقول عليه كونتر اتاك، لكن اليوم ما قدروا يخلقون ولا وحده. يعني مثلا سعد متاخر ودنيس متاخر. اعتقد يعني هم الطلبه محسبين حساب، حاطين اعتبارات انه هذا الفريق سريع وانتقالاته سريعه. نقاط قوتهم انه التحولات السريعه، فاحاول العب بعمق دفاعي بتمركز صحيح حتى اتجنب هاي الحاله. يعني اليوم مثلا هم قد يكون اسرع لاعب عندهم مصطفى راضي اللي يلعب من جهه اليسار. اليوم تحس مثلا من عند الكره اكو واحد تحدي واكو واحد تغطيه، ما دا يعطونا مجال، ولهذا مرات يمكن واحده من الكرات اكو حصلوا 3 لاعبين على الخط. بالنتيجه ما دا الطلبه بالحاله الدفاعيه من اروع ما يمكن. يعني فريق مو من السهوله انت تسجل فيه مرمى. الان انا اقول الوضع جدا صعب، لكن تبقى هل الطلبه يرجع يحافظ على نتيجه المباراه 1-0 ويعطي مجال لفريق كربلاء ان يلعب كره قدم؟ وانا اقول هذه ربما اذا الطلبه فكروا كيفيه الدفاع عن هذا الهدف او الخروج بالهدف وفقط ونطلع نكسب ال3 نقاط، انا اقول ربما راح يرتكبون خطا ويتندمون عليه. بالفعل، وانا اعتقد انه ما راح يصير هذا الشيء كابتن خلف، لان مما شاهدناه في الشوط الاول هناك تحضير وقراءه مسبقه للكابتن باسم قاسم. يعني فاهم جدا فريق كربلاء. فريق كربلاء حتى بالمباراه الماضيه يمكن شاهدناه مع دهوك، مع الفرق اللي واجهها مؤخرا ما قدم اشواط، يعني يمكن شوط اسوء من هذا الشوط. صحيح. لان كان صحيح. تترك الى الفراغات ويهاجم يسوي التحولات. اليوم اعتقد دارسيها الطلبه بشكل جيد. ونجح باسلوبه. شوف هو حتى شكل الفريق، وانت تكلمت انه يعني دارس انه حتى اسلوب كابتن عباس عطيه بالمباريات السابقه يعتمد على التحولات، مأمن دفاعيا ومثبت كرار امام المدافعين. فتشاهد انه منطقه الوسط يعني ما فارغه، امامهم لاعبين 2 مهاريين فكرهم عالي اللي هو لؤي ومهدي كامل. صحيح. مطين نشاط لمنطقه الوسط ومسيطرين. دائما تفعيل دور الاطراف. نشاهد يعني اغلب الشوط الاول كان اكو زياده عدديه من غيث معروفي اكثر من همام. دائما يعتمدون على الكروسات داخل منطقه الجزاء، بما انه عندي مهاجم يمتاز بالحالات ضربات الرأس. شنو المانع انه استغل هاي الميزه اللي عنده؟ دائما اكو تنوع من جهه اليمين، من جهه اليسار دائما نشاهد الحل الفردي لشريف عبد الكاظم، يستغل مهارته الفرديه، وايضا يشتغل دائما على عمل الكروسات. واللي شاهدنا يمكن اول فرصه اللي هي اول هجمه للطلبه اللي هي دقيقه 4 ابتداها هو شريف، حل فردي وبعدها سوى الكروس ورجعت الى جهه اليمين وعملها غيث معروفي الى اموتو.
تكررت مثل ما تفضلت حضرتك، يعني اكثر من حاله واكثر من فرصه اللي هي دائما اعتمادهم على الكرات العرضيه. انا اشوفها واحد من الحلول لنادي الطلبه، يعني عنده كثير من الحلول، خصوصا قلت لك بمنطقه الوسط عنده حل تسديد من خارج منطقه الجزاء، وشاهدنا اكثر من حاله الى لؤي العاني. مهدي كامل دائما لاعب يبحث عن مهاجم او لاعب يتحرك بدون كره، دائما يعتمد على لعب الكرات البينيه الساقطه خلف المدافعين، فعنده اكثر من حل، دائما يعتمد على الزياده العدديه من الخلف من الاطراف، وقلت لك دائما اللي يفعل هذا الدور وبصوره مميزه غيث معروفي، وبالمباريات السابقه كان حسين عمار ايضا واحد من اللاعبين المميزين. فشوف انه فريق الطلبه الان يعني مع قرب نهايه الموسم تحس انه نضج اكثر من بدايه الموسم، وصلوا الى مرحله من التوافق ما بين افكار المدرب وترجمتها من قبل اللاعبين على ارض الملعب. صحيح، فنشوف يعني انه بالمباريات الاخيره نجح. صحيح. بالحديث عن الحلول كابتن خلف، يعني تقرب الاسماء اللي متواجده على دكه فريق كربلاء ممكن اغلبهم لاعبين الشباب اللي ممكن هم من الرديف، باستثناء يعني اسماء مألوفه نشاهدها يعني تشارك بشكل مستمر مع فريق كربلاء، نور المصطفى ومشتاق طالب، يعني يمكن يقدمون الاضافه. وحسين طالب مو موجود بالاساس، مو موجود. قد يكون حسين طالب الورقه الاكثر انتاجا بالفريق، وحتى كان يلعب دائما وهو مصاب. يعني هو على طول يلعب بالفعل. وهو لاعب اكيد لاعب مؤثر. هي المشكله، انا اقول مشكله فريق كربلاء اليوم يعني بالدفاع الفردي 1 ضد 1 في وسط الملعب. تحس انه فريق الطلبه في وسط الملعب ماخذين راحتهم، مثل ما تفضل الكابتن حيدر. اليوم تسديد من خارج جزاء، سواء شريف عبد الكاظم او لؤي العاني سددوا براحتهم، يعني بدون ان يكون هناك ضغط. حتى غيث يعني يرفع من منطقه اللي هي قريبه على منطقه الجزاء بدون يعني بدون يعني ماخذ راحته بايصال الكره بالضبط. بالنتيجه تحس انه فريق كربلاء كفريق دا يلعب دفاع زون بس بهاي المنطقه دافع. نعم. انا اقول بهذه الحاله، انا اقول ليش من قلت لك على الاحصائيات، ترى الاحصائيات اللي طلعت كلها صفريه، يعني من فوق 0 0 0 0 الى 0 اون تارجت 0 كورنر، يعني كلها ارقام سلبيه. على العموم شكرا مره اخرى كباتن. مشاهدينا الكرام، الان نعود الى ملعب المباراه لمتابعه احداث الشوط الثاني، الطلبه وكربلاء. الشوط الاول انتهى بتقدم طلابي بهدف أوموتو. نشاهد سويا كيف ستسير الامور في الشوط الثاني. الكلمه تعود لامير علي. شكرا لك زميلي محمد حسين، وكذلك الشكر لضيوفك الكرام مرة أخرى. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، تغيير سريع من جانب السيد عباس عطية، الدفع بمشتاق طالب في هذه اللحظات سريعا. ومن هو البديل؟ على ما أعتقد رفع لاعب من وسط الملعب. هل رفع صلاح أو عوض؟ لا والله أعتقد يعني هو رفع صلاح من وسط الملعب، لأن مصطفى محمد دخل كلاعب جهة يمنى. ما الأمر الذي عمله سيد عباس عطية في بداية الشوط الثاني؟ ننتظر الحلول. إذن مشتاق طالب بالرقم 10 يشارك بديلا في هذه اللحظات. صافرة من السيد اياد زاحم تعلن عن بداية شوط المباراة الثانية. أيها الأحبة أيها المتابعون، وشوط أول انتهى بهدف اللاعب أماماتشي أوغستين أموتو. دينيس نداسي يلعب الكرة العالية، أصبح الطلبة على اليمين، أصبح كربلاء على اليسار، وهذه محاولة لصالح الفريق قلنيق. قلنيق يحاولون من أجل أول ضربات الشوط الثاني. الله! أماماتشي خارق للعادة، ماهر رائع. هنا يحلقون النسر مرة أخرى، هنا الطرب الطلابي، هنا العزف القديم، هنا الألحان القديمة تظهر على مدرجات استاد المدينة. وأماماتشي طار وحلق وسدد وسجل ليضع الهدف الثاني. أي مباراة، أي أداء، أي جمالية. انطلاق التنزاني، راح التنزاني، راح مسوبة، راح. هنا الكرة
التي تلعب. هنا المرور، هنا العبور، ألف مخالفة للوجيه. امسوفا بعبور وصل ونقل العرضية، راسيته أمام تشي وكأنه سجل في الستة ياردة. هذا التحليق والرأسية وعبد العزيز رياكشن عالي، لكن الكرة قوية، رياكشن سريع لكن الكرة قوية. لاحظ الكرة العرضية فينيشينج بالرأس، عالمي 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 من جانب أمام تشي أوغستين ناموتو. هدفين لا شيء، والطلب يزيد من متاعب وأوجاع العميد. وهنا الاحتفال، هنا الفرحة، وهنا الهدف الرائع. سلامات الوجيه، هدفين الطلبة. نتيجة مباراة الذهاب تتكرر الآن. ما حدث في الجولة 17 في ملعب كربلاء يحدث اليوم بثنائية من أمام تشي ليصل إلى 7 أهداف مع فريق الطلبة هذا الموسم. هنا كرة في الوسط، محاولة المرور، مصطفى محمد، أصبح صلاح على اليمين ومصطفى في وسط الملعب، مكان المحور الذي إلى الآن بشعار لا حلول في كربلاء. تعود الكرة من جانب سعد ناطق. هل هنالك رباعية جديدة لفريق الطلبة؟ الفريق الذي يحاول الآن، هذا شريف، يتقدم شريف، وصل شريف، يحاول شريف، لاعب مهاري، لاعب رائع شريف، يحاول بمهارته، يمرر لؤي العاني، لؤي العاني يمرر كرة، يا موتو يا موتو، هذه كرة قريبة يا موتو. هنا المجانين الحاضرين العاشقين الموجودين، والطلبة فريق التاريخ يريد العودة إلى الألقاب والأمجاد، يريدون العودة إلى الأفراح. فريق ممتاز يقدم مستوى مميز من أجل حضور خارجي. هذه الكرة تلعب من الشريف عبد الكاظم لكن تدخل في وقته. ما بلغنا الدقيقة الأولى حتى حضر الهدف الأول في شوط المباراة الثاني. يخرجون إلى الهجوم ولا يتركون أدنى شك بأنهم سيعودون إلى الدفاع أبدا. أمام تشي الدقيقة 46 وضع الهدف. الكرة التي تعود مخالفة ضربة حرة مباشرة الآن. الطلبة بهذه النتيجة يقفز ثالثا في انتظار زاخو الذي لديه نتيجة معلقة أمام نوروز ومباراة قادمة في هذه الجولة أمام الكهرباء، الفريق الذي يعتبر قاهرا لزاخو في المواسم الأخيرة. هنا الكرة التي تلعب من كريم، بنعرف ينقل الكرة عالية، الرأسية وكرة وصلت إلى خارج أرضية الملعب. سجل عندك أول حضور لكربلاء في منطقة 18 ياردة عن طريق هذا اللاعب مصطفى محمد بالرقم 4. هذه الكرة التي وصلت الرأسية والكرة إلى خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى عند فهد طالب. هي اللقطة الأخيرة، يهتفون باسم اللاعب التنزاني، لاعب منتخب تنزاني مسوفا. هنا الكرة التي تصل للطلبة لكن قطع في الدفاعات. عادت مرة أخرى إلى همام لكن آيات زاحم يشير إلى مخالفة مع تعذير همام طارق. كرة تعود وتصل للاعبي كربلاء. بن عريف يعاني من إصابة، فريق مرهق فريق كربلاء، حقيقة فريق مرهق كثيرا. الكرة التي تعود لكربلاء، عملية المرور، صلاح حسن، مخالفة وإنذار على مهدي أو كرار في اللقطة الماضية. هنا كرار، التدخل الذي كان على صلاح حسن من همام، والورقة على من؟ أعتقد على همام. كانوا يطالبون بإتاحة الفرصة. عبد الله حسن يغادر، إذن أفضل اللاعبين هو الذي كان قد غادر في مباراة اليوم. لم يظهر
رأسية مصطفى مرة أخرى إلى خارج أرضية الملعب. رأسية مصطفى محمد تذهب إلى خارج أرضية الملعب. وتصل مرة أخرى لصالح لاعبي الطلبة. في الخلف دينيس نداسي يحاول مع سعد ناطق. تعود الكرة في الدفاعات. كرار إلى لؤي العاني يقدم الكرة مرة أخرى إلى سعد ناطق في كرة تلعب بشكل ممتاز لصالح غيث المعروفي. سوف يتقدم التنزاني لكن الكرة تعود سريعا لصالح لاعبي كربلاء. مرة أخرى في الخلف عبد العباس اياد الذي يحاول يلعب الكرة لصالح لاعبي كربلاء مرة أخرى. لا خطأ لا مخالفة يقول حكم المباراة. مشتاق بكرة مع كريم بن عليف. هذا همام ومشتاق طالب يحاولون الحكم يقول لا مخالفة. لا هذا ولا ذاك. نستمر باللعب. الكرة التي تلعب مرة أخرى لصالح لاعبي الطلبة. مهدي كامل يحاول ولكن قطع سريع للكرة. تقدم لاعبي كربلاء. تدخل ومخالفة يشير إليها حكم المباراة لصالح مصطفى راضي. ثالث موسم لمصطفى راضي مع كربلاء. ضربة حرة غير مباشرة يشير إليها اياد. زاحم في اللقطة الماضية. ثاني مباريات الجولة الثانية والثلاثين مشاهدينا الكرام. هدفين للطلبة لا شيء لكربلاء. افتتاح الجولة أتى من ملعب الكرخ للنفط على فريق دوك بهدف مقابل لا شيء. وإلى الآن النتيجة هنا هدفين لا شيء مع احتمالية زيادة الغلة للأنيق. تعود مرة أخرى لصالح لاعبي الطلبة. لؤي العاني يلعب كرة على الطرف. يحاولون نقل الكرة العالية لهدف ثالث من كرة عرضية لكن عبد العزيز يتدخل. كربلاء الذي عاد في موسم 22-23 في الذهاب ذلك الموسم فاز الطلبة في بغداد بهدف مقابل لا شيء. وكربلاء في كربلاء فاز ب3 مقابل 1 يوم تألق سجاد رعد أيام الضربات الحرة. وزيدان عبد الجبار وبابا موسى هما الذين سجلوا أهداف كربلاء. هذه كرة رأسية وسامي هيم بالخطأ في مرماه سجل للطلب. في الموسم الماضي تعادل سلبي من دون أهداف ذهابا وإيابا. وذهب هذا الموسم هدفين للا شيء والإياب هدفين للا شيء. غيث يلعب الكرة العالية في منطقة الجزاء لكن من لا عنوان. هذا أعتقد لؤي العاني الذي لعبه. نشاهد بديل إدريس سانيانغ يعطيه وقت السيد باسم قاسم. تفكير رائع من المدرب أن يغادر بهذه السيطرة كرار محمد ويدفع بإدريس سانيانغ في هذه اللحظة. السنغالي إدريس سانيانغ العائد إلى هنا من بوابة الشرطة يشترك الآن. إصابة تعرض لها الموسم الماضي غادر الشرطة أتى إلى الطلبة والآن يتواجد إدريس. تعود الكرة إلى الأمام. عملية الانطلاق لكن تغطية من دينيس نداسي. سعد ناطق يحاول بخبرته يأخذ ضربة مرمى في هذه اللحظات. كربلاء الذي دائما ما كان ند قوي للطلبة رغم تفوق الطلبة في المواجهات المباشرة لكن كربلاء دائما ما كان يقدم حضور كبير أمام فريق الطلبة. في هذا الموسم سلموا زمام الأمور. في الألفية الثانية 25 لقاء فاز
الطلبة في 10 تعادل في 11 وكربلاء في 4 انتصارات. هنا كرة تلعب مرة أخرى في انتظار هدف. غيث المعروف في كرة قوية إلى خارج أرضية الملعب من غيث. المحاولة تذهب إلى ركلة مرمى. هذا غيث المعروفي. القادمون من الخلف كان أحدهم غيث وسدد كرة إلى خارج أرضية الملعب على مرمى عبد العزيز. يلعب بالراحة فريق الطلبة. فريق أخذ الثقة، يعني فريق في هذا الموسم لعب 30 مباراة حتى الآن، فاز في 15 تعادل في 7 وخسر في 8. آخر خسارة كانت في 29 من مارس أمام الزوراء بهدفين مقابل هدف في حساب الجولة 25. سجل أوموتو للطلبة وسجل عزيز الاشتاوي وحسن عبد الكريم للزوراء. المباراة التي أقيمت هنا في هذا الملعب أرض المفترضة للطلبة وديالا. كرة تعود مرة أخرى في وسط الملعب. مصطفى محمد بن عريف. كريم يحاول والتقدم الآن من جانب الشريف، لكن الحكم يقول كرة عبرت اللاين إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية. التغييرات لم تجدي نفع من جانب السيد عباس. عطية هنا الكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية. صلاح حسن استلام وكرة إلى مشتاق الذي اشتاق إلى الأيام الجميلة مع هذا الفريق، اشتاق إلى أيامهم الرائعة في الموسمين الماضيين، واليوم الأمور على غير العادة يا مشتاق. جماهير غائبة. مشتاق الذي كان في بداية الموسم في رحلة إلى القوة الجوية لكن لم تكتمل الرحلة إلى الصقور. لؤي العاني يلعب الكرة إلى غيث المعروفي. المعروفي بواحدة يتقدم التونسي الآن، يحاول تقديم كرة لكن تباطأ غيث. الوجيه يحاول، عادت إلى لؤي العاني محرك اللعب، هذا الذي يفتح المساحات، هذا الذي يأخذ الملعب بالطول والعرض. لؤي العاني الذي يحمل الرقم 10، صاحب 27 سنة و5 أهداف هذا الموسم. يلعبون الكرة في العمق إلى شريف. واحدة يا شريف لكن لم تأتي هذه الكرة. تعود مرة أخرى. كريم بن عريف يحاول فيها. كريم يلعبون الكرة عالية إلى الأمام، يحاول فيها في انتظار المساحات. الكرة التي تصل إلى مشتاق طالب لكن همام طارق ما شاء الله قراءة لتحركات مشتاق طارق في كل مكان. وأعتقد بأن السيد لحظات أو بعد ساعة وأكثر من اللعب سيدفع بأوس محمد أو عباس فارس، أحد هذين اللاعبين الآن يمتازان بشكل رائع على مستوى الجناح. وهنا الكرة التي تعود في الخلف. دينيس النداسي مع سعد ناطق بكرة تلعب إلى غيث المعروفي، ينتظر بسوف الكرة لكن بالعرضيات هاتريك كرات رأسية يريدها اللاعب أماماتشي. تعود إلى شريف. أين العرض البارع الرائع يا شريف؟ لا اختراقات لا تحركات في العمق. هنا همام يهيئ كرة إلى لؤي الذي يلعبها إلى سعد ناطق. يحاول لاعبي الطلبة أخذ الثقة في هكذا مباريات محسومة أمام فرق لم تأتي بردة فعل حتى الآن، من أجل أن يكون الأمر في قادم المباريات مريح جدا. تعود الكرة. أين إدريس البديل؟ هذا شريف. لؤي العاني يأخذ كرة من شريف ولا لا؟ يلعب الكرة إلى إدريس. نيانج يحاول لكن شريف ممتاز. شريف مر. شريف سيسدد. شريف يحاول. الله على كرة سددها شريف لكن ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. هذا شريف عبد الكاظم الذي فتح مساحة وسدد الكرة بشكل ممتاز. تعود وإعادة للقطة شريف. 4 انتصارات فقط لكربلاء هذا الموسم، الفريق الذي تعادل في 10 وخسر في 17 مباراة. آخر انتصار كان على زاخو. وقالت السيد حسن أحمد أتت من الخسارة المريرة أمام ديالا فريق المنافس الأقرب.
كربلاء الذي أيضا فاز على نفط البصرة. الآن شريف الذي حاول، بدأ يظهر لنا رقم 7 في وسط الملعب من كربلاء، اللاعب عبد القادر طارق الغائب حتى اللحظة عن المباراة. أسماء لم تقدم، ظروف الفريق صعبة، لا تعاقدات، لا تلام هذه المجموعة، قدمت ما لديها، لكن في النهاية على الجميع التكاتف والصبر من أجل أن يبقى هذا الفريق. هنا الكرة التي تلعب الآن، مصطفى راضي يمرر الكرة إلى عبد القادر، عبد القادر اللي يأخذ كرة على الطرف، الآن كرة إلى الوجه، مشتاق طالب يحاول، ولكن الوجه يقرر بعرضية، عدم تفاهم ما بين المدافع وحارس المرمى. وهذه الكرة التي لعبت ما بين فهد وكذلك سعد ناطق وصلت إلى همام وبعد همام. شريف بالكرات الطويلة يغير إلى المعروفي، المعروفي تصل الكرة مرة أخرى، غيث ينتظر زميل إلى كرار، غادر كرار، هذا مهدي كامل. الآن الإدارة في المحور خصوصا في متوسط الميدان الدفاعي تأتي عند إدريس نيانج. لؤي العاني، لؤي العاني يتلاعب، يفعل ما يشاء، يفعل ما يحلو له. همام طارق بكرة تلعب مرة أخرى لتعود إلى رمية جانبية. هذا كريم بن عرف، تعب واضح على كريم، إرهاق على محيا أغلب لاعبي الفريق. صلاح حسن على التنفيذ. شاهدنا الدموع التي ذرفت والبكاء الذي حضر في أول انتصار الفريق من أمام أبناء الخابور، كان انتصار ليس بالسهل على زاخو. تعود كرة إلى الأمام، المحاولة تصل، تنقل. أين أنت يا عشرة؟ أين أنت يا مشتاق؟ كرة وصلت إلى فهد طالب، اللامركزية في الفريق الأخضر إلى الآن حاضرة، وهذه كرة تلعب مرة أخرى. هل يلام المدرب على ذلك؟ أبدا لا يلام، لا الخيارات خياراته ولا الظروف ظروفه. هنا كرة تلعب إلى شريف، يحاول شريف من أجل الثالث، يا شريف، الله الله الله، القائم يرد كرة شريف، والكرة تعود مرة أخرى لصالح فريق الطلبة، تعود مرة أخرى إبعاد. هو شريف الذي لا بد من أن يترك بصمة لتألقه في المباريات، شريف الذي يندمون كثيرا في الجانب الأزرق، في الصقور الزرقاء، في صقور القوة الجوية على مغادرة شريف. هذه الكرة التي تلعب مرة أخرى تصل إلى الحارس عبد العزيز عمار. صلاح حسن يحاول مخالفة على مسوفة وعلى سايمون مسوفة، هذا أمام تشي صاحب المخالفة. تنزاني على الطرف، كريم بن عريف، كرة هجومية رائعة قدمها السيد باسم قاسم، يحاول مصطفى راضي، لاعب مهاري، هناك كريم، والمخالفة لصالح كريم بن عريف. اياد كان قريب، اياد زاحم حكم المباراة مباشرة، اشار الى المخالفة. لاحظونا مصطفى راضي والتدخل الذي كان من إدريس نيانج في اللقطة الماضية. هذا شريف مر وفتح مجال الرؤية والتسديد، وسدد كرة ردها القائم الأبيض لعبد العزيز عمار. علامة استفهام كبيرة على مستوى حراسة المرمى لنادي كربلاء. يعود باللقطة على شريف عبد الكاظم مخرج المباراة، وهذه ضربة حرة مباشرة عند كريم بن عريف. الطبول التي نسمع دمدمتها الآن هل تستمر حتى الختام؟ هذه كرة إلى مصطفى راضي، يلعب الكرة إلى مشتاق، والكرة العالية، هذا مصطفى محمد في الكرة الأخيرة. تعود إلى غيث المعروفي، لؤي العاني، العاني في كرة، حسن حمزة يضغط، ضغط على لؤي العاني ورمية جانبية، يبحث عن مخالفة لؤي في الكرة الأخيرة. في وسط الملعب كريم يجرب التسديدات البعيدة، وكرة إلى خارج أرضية الملعب. ضربة مرة عند فهد طالب، هذا كريم بن عريف. مرة أخرى كرة في الخلف، تعود
تعود لصالح الطلبة مرة أخرى. دينيس نداسي، لؤي يحاول، قد يفقد الكرة الآن. لا والله هذا مهدي كامل، شبه كبير ما بين لؤي ومهدي كامل. غيث المعروفي، تعود الكرة، غيث في انتظار كرة جديدة. غيث بكل روح رياضية، تذهب كرته إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية، سلامات عبد القادر طارق، فتى المدلل في أيام زمان عند الطلبة عند الشرطة. هنا المرور والعبور، وسايمون مسوفا ينقل الكرة في منطقة الجزاء، ينتظرها أمام ماتشيو بالرأس، يضع الكرة في مرمى عبد العزيز. كأنه الروبرت ليفاندوفسكي بكرات الرأسية المنتظرة أيام الروبن هود، روبن فان بيرسي مع الأرسنال مع المانيو. هذه واحدة من أيام تلك الكرات وذكريات الواين روني مع اليونايتد، يظهر فيها لقطة رائعة وجميلة، والشكر والحمد من فهد طالب. إذن عباس فارس بديلا لعبد القادر طارق. إذن لاعب الفريق الرديف هذا عباس فارس، وحسن حمزة يغادر. لاعب في الوسط، لاعب في الهجوم. نور المصطفى غانم يشارك مع عباس فارس، هل يعطيان حضور وانطباع للفريق الأخضر على مستوى الخط الأمامي. تعود الكرة إلى سعد ناطق في الخلف مرة أخرى لإدريس أنيانغ على الطرف إلى همام طارق، إعادة الكرة في الخلف. يلعبون كرة مع سعد ناطق، لؤي العاني يتقدم بكرة إلى الأمام، يرسلها لغيث المعروفي في انتظار عرضية، لكن الكرة تصطد وتعود الرأسية من مصطفى محمد. نور المصطفى غانم كنترول ممتاز، مصطفى يتقدم يحاول على الجهة اليسرى عند الوجيه يلعب الكرة في الفراغات والبحث عن مصطفى راضي، والكرة فيها مخالفة لصالح غيث المعروفي. مواجهة ثنائية ما بين غيث المعروفي ومصطفى راضي. الآن كرة في الخلف، محطات المتبقية لا تقل صعوبة عن هذه المحطة. بالنسبة لكربلاء وبالنسبة للطلبة، الطلبة الذي سيواجه دهوك في مباراتين متتاليتين، واحدة مؤجلة في 10 من الشهر الحالي وفي 14 أيضا لحساب الجولة 33. هنا الكرة تلعب اتجاه سعد ناطق، نور أو هذا مصطفى راضي الذي يضغط في هذه اللحظات. تعود الكرة إلى فهد طالب بخبرة حارس مرمى، يبعد كرة إلى مناطق الدفاع في فريق نادي كربلاء. سعد أفضل أندية الفرات هذا الموسم مع مغادرة الديوانية، مع مغادرة نفط الوسط، يبقى المستوى الكبير الذي يقدمه نادي القاسم. كربلاء في الموسم الماضي كان فريق مميز، قبل الماضي أيضا قدم بطولة دوري رائعة، لكن الأمور في هذا الموسم يبدو أنها في طريقها إلى الانهيار. كربلاء الذي في الجولة القادمة سيكون في مواجهة أمام القوة الجوية هنالك في كربلاء. بعد ذلك في الجولة 34 سيواجه الميناء في البصرة، ومواجهة صعبة جدا. إذن لا تقل عن ذلك مواجهة الصعبة أمام القوة الجوية، لكن أقول صعبة أمام الميناء لأنهم قريبين من بعضهم البعض، فارق نقاط موجود، لكن تبقى منطقة خطورة. فريق يحاول ألف حساب. عباس فارس يتقدم الآن، عباس يحاول لكن همام يأخذ كرة من عباس فارس. كربلاء الذي سيواجه القرمة في الجولة 35. في تلك الجولة سيكون الديربي الأزرق ما بين الطلبة والقوة الجوية. هذا عباس فارس، لاعب الذي يبلغ من العمر 20 عام،
بدأ في نادي بابل فئة الشباب والناشئين، بعد ذلك يمثل نادي الهندية، ويتواجد هذا الموسم مع كربلاء. لاعب سريع، لاعب مهاري، يسجل أهداف، وهذه كرة يسددها عباس لكن تذهب مباشرة إلى فاطان. يبحث عن هدف الطموح عباس فارس، يحاولون وسعد ناطق يتقدم لأول مرة، يلعب الكرة باتجاه غيث المعروفي، لا والله هذا لؤي العاني، يحاول لؤي ينتظر زميل، راح المعروفي، راح المعروفي، راح المعروفي ليعمق الجراح، هذه كرة تلعب إلى شريف لكن تدخل موجود، وكرة تأتي من جانب لؤي العاني. يحاول في كرة لؤي لكن التدخل من قاسم عبد الزهرة. قاسم يبحث عن زميل، طلب الكرة من ميمي، مشتاق يحاول، والكرة التي تعود في الخلف عند دينيس نداسي. يمررون الكرة الآن، كان نور المصطفى غانم هو الذي يحاول على الكرة الأخيرة، مشتاق في الخط الأمامي كان بعيد. الكرة التي تعود الآن، الجولة 36، كربلاء سيواجه نوروس، مباريات صعبة لكربلاء، والطلبة سيكون ضيفا على الميناء في البصرة. 37 وكربلاء فيها يواجه النفط في كربلاء، والطلبة أمام القاسم هنا في استاد المدينة. وختام الدوري في الجولة 38، كربلاء سيواجه الحدود، الفريق الذي شبه قريب من الهبوط. الآن الحسن نعي مع زيد إسماعيل، لاعب شاب بلاعب يحتاج إلى ثقة. مهدي كامل يغادر، والمغادر الثاني أمام تشي، اللاعب شاب يدفع به السيد باسم قاسم، ومخرج المباراة يحيي أمام تشي على الرأسيتين، ويغادر أماتو. تعود الكرة، هذا همام، تدخل، والحكم يقول رمية جانبية للطلبة. الحسن نعيم صاحب هدف جميل جدا في مرمى الكهرباء هذا الموسم، يشترك الآن، يدفع به المدرب السيد باسم قاسم. ختام الدوري للطلبة سيكون هنالك في النجف أمام نادي النجف. لتعود الكرة مرة أخرى، زيد إسماعيل، تغيير اتجاه اللعب، كنترول من سايمون مسوفا، يحاول غيث المعروفي بكرة إلى إدريسا، نيانج على كرة تلعب في الخط الأمامي لكن تدخل دفاعي. تعود الكرة إلى كريم بن عريف، كريم الذي يحاول، عباس فارس بكرة ينجح بالمرور من همام لكن عباس يسقط، لاعب ينقص الخبرة، ينجح في المرور، ينجح في العبور. الآن كرة تلعب بشكل ممتاز، واحدة على اليمين لكن الحكم يعود إلى مخالفة، يعود إلى مخالفة لصالح كربلاء. تدخل أتى في أكثر من لقطة. مشتاق، تغير كبير في مستوى مشتاق طالب، ما بين الإصابة وما بين رحلة لم يكتب لها النجاح مع القوة الجوية، وعودة سريعة لفريق كربلاء الذي كان عليه أن يعيد لاعبيه الذين رحلوا عن الفريق من أجل العقوبات التي فرضت على الفريق والمنع الفريق من التعاقدات. إدارات الأندية التي تعاقدت مع لاعبي كربلاء تعاونت من أجل إعادة لاعبي العميد. نور المصطفى غانم بكرة، الحل الهجوم أين هو؟ تتواجه فريق وسط ملعب ممتاز، خط دفاع منظم وهجوم خارق، والآن حتى الحين أنت لا تظهر. كريم بن عريف يلعب كرة، همام وعباس فارس، والكرة في استلام، لمسة يد على صلاح. وماذا يقول حكم المباراة؟ ذهب لخيار رمية الجانبية على ما أعتقد. هذا همام طارق، مباراة ممتازة لهمام، و الكرة التي تعود مرة أخرى، الرأسية في الخلف، عبد العباس سياد الذي يحاول يرسل الكرة من دون إدراك لتحرك مصطفى راضي، لتعود الكرة لدفاعات فريق نادي الطلبة.
همام. عملية التمرير إلى سعد ناطق، يتقدم سعد في هذه اللحظات، يحاول يبحث عن زميل سعد. غيث المعروفي في الأمام، تلعب الكرة بشكل ممتاز إلى غيث، لكن طالت على غيث المعروف. الكرة الأخيرة التي طالت على غيث المعروف. طلبة الذي يصل بهذا الانتصار إلى 55 نقطة، هذا زيد إسماعيل لاعب البديل الذي اشترك، لاعب المنتخب الأولمبي بداياته مع نوروز، ومن نوروز إلى الطلبة. موسم ماضي جيد، هذا الموسم أيضا يواصل الحضور مع الأنيق. هنا التقدم، ترسل الكرة إلى الأمام، لمسات وحضور صلاح، يحاول صلاح يكسب رمية جانبية. صلاح حسن، ينتظرون تحرك عباس فارس وأيضا مشتاق. نور المصطفى غانم بالتمرير الكرة، يحاول مرور. اسماء شابة جيدة في كربلاء لكن ظروف صعبة. صلاح يلعب الكرة لمشتاق، ينتظر التحول والإضافة، وكرة في منطقة الجزاء. دينيس النداسي، إدريس أنيانج، كريم بن عريف إلى مصطفى راضي، وتعود الكرة مرة أخرى. كريم، يحاولون، مغربي يأخذ خطأ، يأخذ مخالفة. هذا كريم بن عريف يعطيك وحي بأنه اللاعب الذي يقدم الإضافة القوية. كريم بن عريف، وهنا لقطة المخالفة والتدخل. الآن نور المصطفى غانم مع كريم بن عريف، يلعبون الكرة العالية في منطقة الجزاء الطلبة. تعود الكرة، المتابعة من عبد العباس سياد، غيث المعروفي وعبد العباس، افتكاك كرة رائع، رمية جانبية يحصل عليها عبد العباس سياد، يطلب الإضافة عبد العباس سياد، لاعب السابق للنجف والميناء والحدود. هذا غيث المعروفي، مباراة كبيرة لغيث المعروفي اليوم. اسماء ظهرت في الطلبة، أضافت الكثير وصعبت المهمة كثيرا على لاعبي كربلاء. تمريرة خاطئة وكرة بكونتر اتاك سريع لصالح فريق نادي الطلبة. سايمون، هل يضع التنزاني بصمة؟ المشاهد التنزاني يلعب الكرة إلى شريف. شريف يحاول بكرة، ينتظرون شريف. أين أنت يا شريف؟ متى تظهر يا شريف؟ أين كرتك يا شريف؟ والكرة تعود إلى لؤي العاني بهذه السلسلة من التمريرات. إدريس أنيانج يحاول، سعد ناطق، وطالت على غيث المعروف إلى خارج أرضية الملعب. رمية جانبية. هذا سعد ناطق، مباراة كبيرة لسعد، لا خطورة هي على دفاعات الطلبة، بس قوة كبيرة ظهرت في وسط الملعب. هذا الأمر الذي صعب المهمة على لاعبي كربلاء كثيرا. الآن سعد يعيد الكرة إلى فهد. اسماء كبيرة وكثيرة مرت بكربلاء وبتاريخ هذا النادي، على رأسها النجم الكربلائي صاحب عباس. وهنا لؤي العاني الذي يعاني من إصابة. تدخل كان من قاسم عبد الزهراء في هذه اللحظات. لؤي في العشر دقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، يلعبون كرات باتجاه غيث المعروفي، والكرة العالية في انتظارها شريف، لكن تدخل من صلاح حسن في وقته. تعود نور المصطفى إلى كريم بن عريف، الوسط وقائد الفريق. هنا التمرير من عبد العباس سياد باتجاه قاسم. لتعود الكرة إلى كريم في وسط الملعب. ثنائية أماماتشي إلى الآن الحاضرة في هذه المباراة. الدقيقة 9 والدقيقة 46. كرة عالية الرأسية تصل باتجاه إدريس أنيانج في وسط الملعب. إدريس يبحث عن زميل،
يحاولون. شريف عبد الكاظم ينتظر زميل، يمر شريف، يحاول شريف لكن يعود إلى الخلف مرة أخرى. الكرة تعود، المحاولة تصل إلى غيث، ينقل الكرة عالية لكن هذه ما تتم مع غيث لتذهب إلى خارج أرضية الملعب. محاولة مع غيث المعروفي ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. حارس المرمى عبد العزيز عمار وبداية اللعب. كرة من جانب لاعبي كربلاء، تصل بشكل ممتاز إلى مصطفى محمد. حلول، روح الفريق وسط الملعب، عندك وسط ممتاز تتغلب على كل شيء. هذه كرة تلعب الآن، تصل إلى عباس فارس في انتظار فاصل مهاري من هذا اللاعب، ينجح في المرور، ينجح في العبور، يحاول لوحده ماذا عساه أن يفعل. هنا لحظة إثبات الذات، هنا الإصرار، هنا العزيمة، ما شاء الله يا عباس. الكرة التي تقطع وتعود إلى شريف، لاعب يفقد إلى الخبرة لكن يملك الطموح. والحسن نعيم يحاول، عبعوب ينتظر، تعود كرة خاطئة من جانب قاسم عبد الزهرة إلى سايمون مسوفة، يسدد التنزاني، كرة إلى خارج أرضية الملعب. في صافرة، هل في تغيير؟ هنا مصطفى محمد اللاعب الذي دفع به المدرب بوسط الملعب، أخذ كرة لؤي، مرر، عادت ومسوفا سدد كرة إلى خارج أرضية الملعب. الآن عباس صالح بدلا من مصطفى راضي. 18 عباس صالح، وهذه كرة سايمون سوفا إلى الشريف، يعطي واحد على الطرف باتجاه لؤي العاني. لؤي ينتظر الشريف في مكان، ينجح بالمرور لتعود الكرة مرة أخرى برمية جانبية. كرة في الوسط عند دريسان يانج، الطلبة في طريقة للانتصار السادس عشر هذا الموسم، كثالث أكثر فريق تحقيقا للانتصارات، أرقام جيدة للطلبة. والكرة التي تعود إلى شريف مرة أخرى، أكثر فريق حقق الانتصارات هذا الموسم، وأكثر فريقين هما الشرطة وزوراء ب19 انتصار. كان عدد مباريات أكثر للزوراء على حساب الشرطة، لديه مباراة مؤجلة أمام دهوك. والزوراء الذي سيواجه ديالا بعد غد الخميس، والشرطة الذي سيواجه الكرخ، مباريات صعبة. هنا الكرة العالية، عملية مرور ومطالبات بخطأ. هذا عباس فارس يحاول، كرة تصل عند نور المصطفى غانم إلى مشتاق الذي يمرر. هل الكرة ستلعب مباشرة في العمق يا عباس يا صالح؟ الكرة التي تعود مرة أخرى، عملية المرور ممتازة، تلعب على الطرف الآن لاعبي كربلاء من أجل تقليص الفارق. هذه كرة وإبعاد من سعد ناطق، إبعاد من سعد ناطق لتعود الكرة مرة أخرى إلى دريسان يانج في الوسط. مشروع هدف ثالث قادم للطلبة. الكرة السريعة التي يحاول فيها شريف، الآن يعشق هذه الأماكن، يطلب الكرة حسن نعيم، والكرة التي تصل مخالفة، ضربة حرة مباشرة، ضربة حرة مباشرة لشريف عبد الكاظم. هنا قاسم عبد الزهرة والمعاناة، والكرة التي فيها ضربة حرة مباشرة الآن لصالح الشريف عبد الكاظم. شريف الذي اختار المرور على التمرير لحسن نعيم، الآن يحصل على ضربة حرة مباشرة في هذه اللحظات.
عبد العزيز على التنفيذ، لؤي العاني وعبد العزيز ينتظر في وقت يحتضر فيه العميد ويتهيأ للهبوط. هنا لؤي العاني يقف على ضربة حرة مباشرة من أجل البصمة، من أجل هدف ثالث. هنا كرة يقف عليها لؤي، ينتظرها عبد العزيز. لؤي العاني هل سيسدد؟ يسدد بالمباشر إلى خارج أرضية الملعب. في بعض الأحيان يعني حراس المرمى ينتظرون منهم ردة فعل على كرات من المحتمل أن تكون قريبة من المرمى، وهذه واحدة. ردة الفعل مطلوبة من حارس المرمى. وهنا المحاولة الأخيرة من جانب الطلبة، غلبة كبيرة من الأنيق، وكرة تعود عند سعد ناطق في الوسط إلى زيد إسماعيل. دينيس نداسي إلى همام إلى دينيس مرة أخرى، تمريرة قصيرة في انتظار حل إلى زيد إسماعيل. عالية الكرة، تعود المحاولة. لؤي إعادة الكرة في الخلف. همام طارق، كرة عالية، انتظار التغيير اتجاه اللعب. هل فقدها لؤي؟ عادة الكرة أو غيث المعروفي مرت إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية. لاعب آخر يدفع به السيد باسم قاسم في هذه اللحظات. الأسماء الشابة بدأت تحضر من المدربين. يغادر لؤي العاني، والدفع بأحمد سيل في هذه اللحظات. لتعود الكرات على الطرف لصالح عبد العزيز، وعبد العزيز الذي يلعب الكرة، وسعد ناطق يبعد. طول والعرض سيطرة للطلبة في المباراة. كرات متناقلة متبادلة، وتعود إلى عبد العزيز. وصلت إلى حارس مرمى نادي كربلاء. عالية الكرة مرة أخرى. كربلاء في آخر دقيقة من الوقت الأصلي متأخر بهدفين مقابل لا شيء. تعود الكرة لصالح كريم بن عريف. هنا الحسن نعيم، سلامات لهذا اللاعب مصطفى محمد. تعود الكرة من أحمد سهيل، تدخل الذي كان ومخالفة لصالح لاعبي كربلاء. مخالفة تحضر على الحسن نعيم عبود. هذا نور المصطفى. فرصة لنفط البصرة لديالا للابتعاد أكثر عن كربلاء. ومن المباريات صعبة، لكن فوز الحدود سيعيد من أجل المنافسة على البقاء. هذا كريم بن عريف، كرة تائهة العنوان، 4 دقائق وقت مضاف، وهذه كرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية. صلاح حسن على التنفيذ، هروب لعباس فارس بشكل ممتاز، تحرك رائع. يا سلام يا عباس، عملية المرور يا عباس، إصرار كبير من عباس فارس. صراع مع همام طارق، مع نجم المنتخبات الوطنية، لكن عباس يظهر في أكثر من مرة من أجل كسب هذا الصراع. إن شاء الله ننتظر نجم واعد ولاعب يقدم الكثير. عادت إلى صلاح حسن، تحركات وكرة في الأمام. مشتاق ينتظر الوصول لعباس فارس، لكن دينيس نداسي هو الأقرب. انتهى أمر هذه المباراة بالنسبة لفريق الطلبة. والآن كرة عند غيث المعروفي، يحاول غيث
ينقل الكرة في الأمام. أين شريف؟ وصلت إلى عبعوب. الحسن نعم، وعبد العزيز بردة فعل. تعود الكرة مرة أخرى لصالح الطلبة. مشروع الهدف الثالث قائم حتى اللحظة. وهنا همام يفضل العودة إلى الخلف. انتصار جديد يضاف إلى سلسلة انتصارات الطلبة وتقدم هذا الموسم. وهنا الكرة التي تلعب. صلاح حسن في تغطية على عبعوب بكرة تعود مرة أخرى لتصل المحاولة لصالح لاعبي العميد. عملية التقدم وتدخل على كريم بن عريف. بطاقة صفراء في هذه اللحظات. وضربة حرة مباشرة. هذا عبد العزيز عمار. بهذه النتيجة كما ذكرنا طلب ثالثا ب 55 نقطة في انتظار مباريات زاخو. هذه الكرة التي حاول من خلالها الطلبة الحصول على هدف ثالث لكن لم تأتي مع سايمون مسور. كربلاء يبقى في المركز التاسع عشر ب 22 نقطة في انتظار انتصار الحدود أو تعادل على الأقل لنفط البصرة. هنا غيث المعروفي. لقطة الختام إلى عبد العزيز عمار، والكرة التي تصل مرة أخرى إلى حارس المرمى. أحمد السهيل يأخذ النار، وهذه كرة من عبد العزيز تلعب وتأمين الخطوط من جانب سعد ناطق. مباراة كبيرة للطلب رغم ظروف كربلاء وما يجري على هذا الفريق، لكن مباراة كبيرة للطلبة وقراءة رائعة من السيد باسم قاسم. هذا إدريسة قد يفقد الكرة في هذا المكان، فرصة لتقليص الفارق لكن بقوة بدنية من أسد الترنجة السنغالي إدريسا نيانج. تعود الكرة مرة أخرى. شريف في انتظار التمرير. يا شريف يحاول شريف يلعب الكرة إلى عبعوب. الحسن يحاول والكرة وصلت إلى حارس المرمى. محاولة وصلت إلى عبد العزيز عمار لم يتمكن منها الحسن. نعيم عبعوب هذا لاعب الشباب، أوقات تعطى لهؤلاء اللاعبين ثقة من المدربين، والهروب الذي حاول فيه عبعوب لم يكتمل. كرة تعود مرة أخرى اتجاه سعد ناطق. لحظات أخيرة، ربما هو موسم الوداع مرة أخرى للعميد، ربما هي آخر المباريات في دوري نجوم العراق، أو قد تكون هنالك عودة الروح لهذا الفريق. هنا أيها الأحبة أيها المتابعون، حكم المباراة السيد أياد زاحم ينهي أحداث هذه المباراة بفوز الطلبة بالثنائية أمام شيء مقابل لا شيء لفريق كربلاء. مبروك للطلبة، هاردك لكربلاء، على أمل أن نلتقي في أوقات أخرى. أترككم في أمان الله وحفظه وحتى لقاء قريب. العودة بالصوت والصورة إلى الزميل العزيز محمد حسين وضيوف الكرام في الاستوديو التالي. شكرا لي الزميل أمير علي. ثنائية أوموتو تقفز بالطلبة إلى المركز الثالث مؤقتا.
مبارك للطلبة وجماهير الأنيق، هارد لك لفريق كربلاء بالتأكيد بعد رباعية الكرخ ثنائية على كربلاء تؤكد أن الأنيق يمر بفترة جيدة. نتحدث عن الشوط الثاني وعن المباراة. كابتن خلف، فوز يعني بالإمكان القول سهل بالنسبة لفريق الطلبة، الثنائية أكدها أموته مع مطلع الشوط الثاني أراحت الفريق ومع مجموعة فرص سهلة ضاعت. فوز مستحق حقيقة، يعني إذا كان بالشوط الأول أو بالشوط الثاني. صحيح. أو المباراة ككل كان ممكن غلة الأهداف، يمكن كرة شريف اللي كرة بالعمود وكذا فرصة سنحت، لكن أنا باعتقادي الشوط الأول الطلبة كانوا أفضل من الشوط الثاني، ونوعا ما تحسن أداء كربلاء. يعني ممكن الهدف الثاني اللي أتى مبكر أراح الطلبة يعني إيه، بدليل أنه حتى مدرب الفريق زج باللاعبين شباب. صحيح. يعني أطلع الأدوات اللي عندي اللي يحتاجون راحة، يعني حتى أنا أريحهم. زج بأحمد السهيل، زج بحسن عبعوب، ذول إمكانيات لاعبين تحس بيهم. يعني أنا هذا الولد أحمد السهيل عنده لمسات برجله من أروع ما يمكن. حتى حسن عنده إمكانية اللاعب المهاجم اللي يدخل بقوة على في منطقة الجزاء. صحيح. أنا أقول كأنه يمكن أن تكلمنا كأنه المباراة في طلبة اليوم، يعني ما لقى معاناة كبيرة بالفوز. فوز سهل لفريق نادي الطلبة ودى للمركز الثالث، وأنا باعتقادي الطلبة ربما مركز الثالث يلوق له. يعني ممكن الأنيق يعني مو بعيد عن المراكز الأولى، اعتدنا عليه. يعني فريق دائما ما نكون لم يكن البطل ينافس على المراكز الأولى. كابتن حيدر، يعني معاناة كربلاء تستمر. متفقين عليها. يعني قلت لك عدد اللاعبين ونوعيتهم وامكانياتهم هو هذا المتوفر حاليا. صحيح. فاكيد يعني فريق يمر بمرحله من الضغط النفسي، ذا النتائج السلبيه، فريق بالمركز قبل الاخير يعاني حتى يعني باي طريقه انه يريد ياخذ نقاط حتى يبتعد عن هذا المركز. نعم. لكن مباراه بعد مباراه دا يشاهد انه اكو صعوبه دا يعيشها، اذا بسبب الاصابات او يعني دائما دا يواجهون فرق هم اعلى من عندهم بالمستوى، امكانيات لاعبين، فرق مستقره. فانا اشوف يعني الطلبه استحق يعني بكل جداره انه تحقيق الفوز مباراه اليوم بالفعل تعطيه دافع اكثر لمواصله النتائج الايجابيه. طيب مشاهدينا الكرام، عوده اخيره الى ملعب المباراه ومره اخرى مع ارشد العطار. مساء الخير ارشد، فوز مهم لفريق الطلبه يواصل من خلال النتائج الجيده، معاناه كربلاء تستمر. من جديد شكرا لك محمد، تحية طيبة لك ولضيوفك ولكل مشاهدي الكرام. نعم، ولو اطفاء الاضاءة مبكرا الطلبة يحقق المهم، مباراة كانت باتجاه واحد، الطلبة يحصل 3 نقاط مهمة. للحديث أكثر عن النتيجة ينضم معي المدرب المساعد لفريق الطلبة الكابتن أحمد باسم قاسم. كابتن رحب بك بالعراقية الرياضية. كابتن، فوز مهم الحمد لله، ضمان انه تواجد ضمن المربع حتى نهاية الموسم. الحمد لله والشكر. مبروك لجماهيرنا، مبروك لإدارتنا، مبروك للكادر التدريبي واللاعبين الأبطال. حققنا 3 نقاط مهمة. فريق كربلاء فريق جيد، مثل ما شاهدت المباراة حضرتك. احنا بداية الشوط الأول حاولنا أن نضغط في منتصف الفريق المنافس وضغطنا، زيدنا بالهجوم، خطفنا هدف مبكر، وهذا اللي كنا نعول عليه قبل أن تبدأ المباراة، هو الضغط المبكر على الفريق المنافس. خطفنا هدف مبكر دقيقة 11 للمهاجم أموتو. بعد تسجيلنا للهدف صار نوعا ما شوية انخفاض بالأداء للفريق. الشوط الثاني عفوا عززنا بالتبديلات اللي أجراها الكابتن، غيرنا من تكتيك الفريق، زيدنا إلى الأمام. الحمد لله والشكر توجت بهدف ثاني للمهاجم أموتو. احنا دائما ما نتوسم ونستبشر خير، يعني عندما يكون مهاجمين يتقدمون للأمام مثل حسين لاوندي اللي نتمنى له الشفاء. يعني كل ما ينهض حسين لاوندي، قبل تقريبا 7 جولات كان مميز حسين لاوندي، بعدها تعرض إلى إصابة. الجولة الماضية لاوندي يعني كان مميز وصنع 3 أهداف، تعرض أيضا إلى إصابة. إحنا شوية الجانب النفسي قاعد يلعب دور، يعني ما قاعد نقدر
نخرج اللاعبين من جانبهم النفسي، يعني لأسباب معروفة. يعني بعد كل مباراة تكون أكو وعود في سبيل حتى نتغلب عن هذا الجانب. ورئيس النادي الدكتور صلاح الفتلاوي المحترم مشكور، قاعد يسعى بكل جهده وبكل ثقله، وبعد كل مباراة نتوسم خير أن يكون يعني حل أن حتى نعبر من هذا الجانب النفسي اللي ما قاعد يعني نقدر نطلع اللاعبين به صراحة. وتعرف أنت حضرتك يعني إحنا الطلبة مع احترامي لكل الفرق، يعني تصور ديالا مع احترامنا والكهرباء والحدود يعني قدر بين المرحلتين أن يغير إلى 6 لاعبين أو 4 لاعبين. إحنا غادر من عندنا محترف واحد ما قدرنا نعوض بداله، ولذلك ظلينا نعاني في ظل وجود يعني تعرف من دون الأندية. احنا الوحيدين اللي معسكر وغير، احنا ما نريد نبرر، بس جاي نعاني، نريد نطلع من هاي الاجواء. ان شاء الله نطلع من هاي. شكرا جزيلا كابتن. الله يحفظك، الله يسلمك. شكرا كابتن. نعم محمد، كان معي احمد باسم قاسم مدرب الفريق، مدرب المساعد لفريق الطلبه. الكل مستعجل يريد يلحق على انتر وبرشلونه. محمد اي والله رشد الظاهر مدير الملعب برشلوني. كلمه لك، وان شاء الله نلتقي في قادم المواعيد. شكرا ارشد، شكرا كابتن احمد. وهذا مسلسل اطفاء الاضواء طبعا مستمر، ملعب الشعب، ملعب المدينه، ملاعب المحافظات، يعني 5 دقائق او 10 تاثر. ما اعرف على الغاز، على مستعجلين، على العموم يخلص. كباتن يعني تحدثنا، الطلبه فاز، كربلاء خسر، الطلبه يواصل اموره الجيده. يعني لم يكن هناك الكثير من النديه بالمباراه حتى ممكن تاخذ فرص، تاخذ الحماس هذا الموجود. يعني الفوز، المباراة كانت من جانب واحد. كابتن محمد، هي خلينا رسالة نوصلها لنادي كربلاء والكابتن عباس. يعني أحيانا أنت من تلاقي فريق هو أقوى منك في كل شيء، يعني على مستوى الجماعة، على المستوى الفردي. أكو فارق فنية، فروقات فنية بين اللاعبين. خسارة مثل هذه الخسارة أنا أقول لا تقلل من عزيمتكم أنتم كفريق. يعني راح تنتظركم مباريات في فرق من الوسط او بمستواكم بامكانياتكم. انت عول على المباراه القادمه، يعني لا مثلا تجي مباراه الزوراء ولا الشرطه تتعول عليه الكثير. نعم. هذه واحده من المباريات انا اقول عليه نوعا ما ثقيله جدا على فريق كربلاء امام فريق الطلب. طيب، كان هذا حديثنا حول هذه المباراه، انتهت طلابيه بثنائيه المحترف اموتو. اكيد مبارك مره اخرى للطلبه وهارد لك لكربلاء. وصلنا للختام، قدم بشكر جزيل كابتن خلف، كابتن حيدر، شكرا جزيلا. ايضا احبتي المشاهدين، الشكر الاكبر لكم لمتابعه مباريات دوري نجوم العراق عبر قنوات شبكه الاعلام العراقي. ان شاء الله مستمرين معاكم من خلال مباريات الدوري. في امان الله.